بيبدأ المسلسل ببنت اسمها كلاريس وهي بتهرب من الشرطة في الشارع، وبيظهر ان كلاريس بتمتلك قوة خارقة، لان اول ما عربيات الشرطة بتقرب توصل لها بتفتح بوابة بايديها وبتهرب من خلالها وبتختفي من المكان. وبعدها بيجي واحد اسمه جون وبيكون معاه زميله ماركوس وحبيبته لورنا، وبنعرف ان هما من المتحولين اللي بيمتلكوا قوات خارقة للطبيعة. وبيظهر ان هما بيدوروا على كلاريس لان هي متحولة زيهم، وده علشان ياخدوها معاهم وينقذوها من الشرطة. وبيستخدم جون قوته الخارقة في التتبع وبيعرف مكانها، واول ما كلاريس بتشوفهم بتكون فاكرة ان هم من الشرطة، ولكنهم بيطمنوها وبيعرفوها ان هم متحولين زيها وعايزين يساعدوها، فبتهدى وبتطمن لهم وبتقرر ان هي تمشي معاهم. ولكن فجأة بتيجي قوات الشرطة وبتحاصرهم، فبتستخدم لورنا قوتها وبتشتت انتباه الشرطة، وده علشان تدي فرصة لزمايلها ان هم يهربوا من الباب الخلفي. ولكن بيقدر ضابط شرطة يوصل لهم وبيضرب عليهم نار، وساعتها بيتصاب ماركوس بطلقة في دراعه، فبتتعصب لورنا وبتقرر ان هي تنتقم من ضابط الشرطة، وما بتسمعش زمايلها وهم بينادوا عليها علشان تهرب معاهم. وبيجي عدد من ضباط الشرطة وبينجحوا في ان هم يقبضوا عليها، ووقتها جون بياخد زمايله وبيهربوا من المكان بسرعة. وتاني يوم بنشوف ريد ومراته كيت وهم في مدرسة ابنهم اندي، وده لان اندي بيتعرض للتنمر والعنف من زمايله باستمرار، وبيطلب ريد من المدرس ان هو يتدخل ويشوف حل للموضوع ده والا هيرفع قضية على المدرسة. فبيتوتر المدرس وبيروح يبلغ مدير المدرسة، وفي الوقت ده بتيجي رسالة على تليفون ريد، وده لانهم محتاجينه في الشغل فورا. وبنعرف ان ريد بيشتغل محامي في مكتب النائب العام، وبيكون متخصص في التحقيق في قضايا المتحولين، وعلشان كده بيروح يحقق مع لورنا وبيعرفها ان هي متهمة بالشروع في قتل ضابط شرطة، وكمان هي عضوة في جماعة حماية المتحولين. وبيقول لها ريد ان هو ممكن يساعدها ويخليها تاخد حكم مخفف، لكن بشرط ان هي تتعاون معاهم علشان يقبضوا على اصحابها. ولما بترفض لورنا بيوريها ريد تقرير طبي عن حالتها الصحية، وبينصحها ان هي تعترف علشان تاخد الرعاية اللازمة. فبتنصدم لورنا لما بتشوف التقرير وبتتعصب، ولكن ريد بيطلب منها تهدى وبيديها مهلة علشان تفكر وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بنشوف لورين بنت ريد وهي خارجة من البيت علشان تروح حفلة في المدرسة، واول ما بتركب العربية بتلاقي اندي قاعد مستنيها وبيطلب منها ان هو يروح معاها الحفلة. ومع ان لورين عارفة ان اندي خرج من البيت من غير ما امه تعرف، ولكن بتوافق ان هي تاخده معاها لان هي عارفة ان ما عندوش اصحاب. ولما بيوصلوا الحفلة بتروح لورين ترقص مع زميلها، اما اندي فبيقعد لوحده وبيتفرج على الحفلة، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي زمايله اللي بيتنمروا عليه في المدرسة داخلين الحفلة، واول ما بيشوفوه بيروحوا له على طول. وبيظهر ان هم متضايقين منه لان ابوه وامه اشتكوهم لادارة المدرسة، فبياخدوه وبيدخلوا بيه الحمام وبيفتحوا عليه المية السخنة. فبيتعصب اندي وبيفضل يصرخ بصوت عالي، وفجأة بتبدأ جدران الحمام تتهز جامد. وفي اللحظة دي بنكتشف ان اندي عنده قوة خارقة زي المتحولين، ولكنه ما بيقدرش يتحكم في قوته وبيدمر المكان كله. وبتحصل فوضى كبيرة وكل الطلبة بيطلعوا يجروا قبل ما المكان يتهد عليهم، ولكن لورين بترجع تدور على اندي لحد ما بتلاقيه في الحمام وبيكون منهار وعمال يصرخ. وبتفهم وقتها ان اندي من المتحولين، فبتقرب منه وبتتكلم معاه لحد ما بيهدى، وبعدها بتاخده معاها وبيرجعوا على البيت بسرعة. وهناك لورين بتحكي لأمها على كل اللي حصل، فبتتصدم كيت لما بتعرف ان اندي من المتحولين، وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان لورين من المتحولين هي كمان، ولكن هي كانت مخبية الموضوع ده عن اهلها. وبتقول لها ان هي بتقدر تتحكم في الهواء وبتصنع حواجز قوية بتحميها من الخطر، وبتعرفها ان قوتها الخارقة ساعدتها في ان هي واندي يهربوا من المكان قبل ما يتهد عليهم. وبتفكرها باليوم اللي كانوا هيعملوا فيه حادثة بالعربية وقدروا يتفادوا العربية في اخر لحظة قبل ما يخبطوا فيها. وبتعرفها ان هي ساعتها استخدمت قوتها وقدرت تخلي العربية التانية تبعد عنهم. وقبل ما تفوق كيت من صدمتها الباب بيخبط، وبتترعب لما بتلاقي قدامها قوة من وحدة الحراسات الخاصة بالقبض على المتحولين. وبيتكلم معاها المحقق ترينر وبيطلب منها تسلمهم لورين واندي بهدوء ومن غير شوشرة. ولما كيت بترفض بيزقها ترينر وبيوقعها على الارض، وده بيخلي اندي يتعصب وبيصرخ بصوت عالي وبيخلي المكان كله يتهز جامد، وبيشتت انتباه ترينر واللي معاه. وفي نفس الوقت بتعمل لورين حاجز ما بينهم، وبتاخد امها
واخوها وبيروحوا يركبوا العربية وبيهربوا من المكان بسرعة، وبعدها بيقفوا في البنزينة وبتتصل كيت بريد علشان تعرفوا باللي حصل. وبيتصدم ريد لما بيعرف ان لورين واندي من المتحولين، وان وحدة الحراسات الخاصة جت علشان تقبض عليهم. ومع انه بيكون محتار ومش عارف يتصرف، ولكنه بيروح لهم علشان يطمن عليهم، وبيقول لهم ان وحدة الحراسات الخاصة مش هتسيب لورين واندي غير لما يقبضوا عليهم، وعلشان كده بيقترح ان هم يسافروا للمكسيك، لان القوانين هناك بتسمح للمتحولين ان هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. ولحد ما ده يحصل هم لازم يستخبوا في مكان آمن. وفي نفس الوقت بيقابل ترينر رئيس ريد في الشغل، وبنعرف ان ترينر بيسأل عن ريد علشان يحقق معاه ويتأكد لو هو ليه علاقة بالمتحولين او بيساعدهم، خصوصا بعد ما اكتشفوا ان ولاده من المتحولين. وفي اللحظة دي بتشوفوا كارلا زميلة ريد، فبتخرج من المكتب وبتتصل بريد وبتعرفه باللي بيحصل. فبيستغل ريد الفرصة وبيقول لها ان هو محتاج مساعدتها، وبيطلب منها تدور في ملف قضية جماعة المتحولين وتجيب له رقم تليفون اي حد من الجماعة دي. وفي الاول كارلا بترفض لان ده هيكون في خطر عليها، ولكن ريد بيترجاها وبيقول لها ان اولاده في خطر وهو عاوز يحميهم. فبتتعاطف كارلا مع ريد وبتقرر ان هي تساعده. وبعدها بيتفاجئ ماركوس ان ريد بيتصل بيه وبيطلب منه يساعده في ان هو يهرب اولاده للمكسيك. فبيرفض ماركوس لما بيعرف ان ريد هو اللي ماسك قضية لورنا، لكنه بيتصدم لما ريد بيقول له ان لورنا حامل منه، وان هي ما كانتش تعرف كده لحد ما كشفوا عليها في السجن. وهنا ماركوس بيغير رأيه وبيقول له ان هو هيساعده، ولكن في مقابل ان هو يهرب لورنا من السجن. فبيوافق ريد وبيتفقوا ان هم يتقابلوا في مطعم معين. واول ما بيوصل ريد للمطعم بيديله ماركوس اشارة علشان يعرفوا من خلالها. فبيروح له ريد وبيقعد معاه، وساعتها ماركوس بيقول له ان هو هيهرب عيلته الليلة دي، ولكن هو هيفضل معاه علشان يكمل باقي الاتفاق ويلاقي طريقة يهرب بيها لورنا من السجن. وبالليل بياخد ريد عيلته وبيروحوا يقابلوا ماركوس، لكن فجأة بتيجي عربيات شرطة وبينزل منها ترينر وزمايله وبيحاصروهم. ووقتها بيطلب ترينر منهم يسلموا نفسهم، ولحسن الحظ بيوصل جون وكلاريس للمكان وبيساعدوا ماركوس واللي معاه في ان هم يهربوا. وبعدها بيجروا كلهم لحد ما بيوصلوا لطريق مسدود. وهنا كلاريس بتستخدم قوتها وبتفتح بوابة علشان تنقلهم لمخبأ جماعة المتحولين. واثناء ما بيدخلوا من البوابة بتيجي الروبوتات وراهم. وهنا اندي بيستخدم قوته وبيدمرها كلها وبيعدي من البوابة، وبيكون ريد هو اخر واحد فيهم. وللاسف بيتصاب وبيقع على الارض، وبتتقفل البوابة قبل ما يقدر يدخل معاهم. وفي السجن بنشوف لورنا وهي بتحط في رقبتها طقم المعدن، وده بيضعف من قوتها وما بتعرفش تستخدمها كويس. وحتى لو استخدمت قوتها هيكهربوها من خلال الطوق ده ويسيطروا عليها. وفي وقت الغداء بتشوف لورنا واحدة من المتحولين، فبتروح تقعد جنبها وبتطلب منها يتعاونوا سوا علشان يهربوا من السجن. ولكن المتحولة بترفض تتكلم معاها لان هي خايفة على نفسها من اللي ممكن يحصل لها لو تعاونت معاها، وبتطلب منها ما تكلمهاش تاني وبتسيبها وبتمشي. وفي مخبأ المتحولين كلاريس بيغمى عليها بسبب ان هي تعبت بعد ما استخدمت قوتها. وفي الوقت ده جون بيلوم ماركوس لانه اتصرف من غير ما يقوله. فبيعرفوا ماركوس باللي حصل وبيقول له ان ريد اتفق معاه ان هو هيساعده علشان يحرر لورنا. واثناء ما هما بيتكلموا بتيجي لورين وبتقول لهم ان كلاريس حالتها بتتدهور، فبيروحوا بسرعة علشان يطمنوا عليها. وهنا كيت بتقول لهم ان هي دكتورة وممكن تعالجها، لكن هي محتاجة ادوية معينة، وده معناه ان هما لازم يروحوا للمستشفى ويجيبوا الادوية من هناك. وفجأة جسم كلاريس بيترعش وبتبدأ تستخدم قوتها بشكل لا ارادي، وبتفتح قدامهم بوابة على الطريق السريع، وبتعدي من البوابة عربية بتكون ماشية باقصى سرعة، وبتتدمر العربية اول ما بتعدي البوابة. ووقتها كلهم بيبعدوا عنها بسرعة قبل ما تخبط فيهم. وبيظهر ان في مجموعة من سكان المدينة عرفوا باللي حصل، وبيكونوا متجمعين قدام البوابة ومعاهم اسلحة. واول ما بيشوفوا المتحولين قدامهم بيصوبوا اسلحتهم عليهم، ولكن لورين بتستخدم قوتها وبتنجح في ان هي تقفل البوابة. وبعدها ماركوس بياخد كيت وبيروحوا على المستشفى علشان يجيبوا الادوية من هناك. واول ما بيوصلوا بتعرف كيت ان دي مستشفى مخصصة لعلاج المتحولين، فبيستغلوا اصابة ماركوس اللي في دراعه علشان يدخلوا بسهولة. وبعد ما بيتم علاجه بتنتحل كيت شخصية دكتورة وبتاخد كل الادوية اللي هي محتاجاها وبترجع لماركوس علشان يمشوا. وفي الوقت ده في مخبأ المتحولين حالة كلاريس بتسوء اكتر، وده بيخلي قوتها تزيد
وبتفتح بوابة تانية وبيشوفوا قدامهم مجموعة كبيرة من قوات الشرطة، والمرة دي لورين ما بتقدرش تقفل البوابة، وساعتها بيعدي من البوابة واحد من الشرطة، ولكن جون بيضربه وبيرميه بره البوابة. وهنا بيتدخل أندي وبيستخدم هو كمان قوته وبيبعد قوات الشرطة وبيرميهم بعيد عن البوابة، وساعتها بتقع كلاريس على الأرض، وفي اللحظة دي قوتها بتضعف والبوابة بتتقفل، ولكن فجأة بيحصل لها حالة انهيار تام وبتبدأ قوتها تخرج من جسمها وبتدمر المكان كله، فبيضطر جون ان هو يعمل اخلاء للمخبأ. وفي الوقت ده بيكون ريد في مقر وحدة الحراسات الخاصة وبياخدوا ترينر وبيخليه يشوف والدته وهي بيتحقق معاها، فبيفهم ريد ان ده تهديد بانهم هيعتقلوا امه، وده علشان يجبروه ان هو يتعاون معاهم. وبعدها ترينر بياخده على المكتب وبيتكلم معاه وبيقول له ان هو مش هيوجه له اي اتهام وهيخلي سبيل والدته من الوحدة فورا، ده غير ان هو هيسيب اولاده يعيشوا حياة طبيعية، ولكن ده في مقابل ان ريد يقول لهم على مكان مخبأ المتحولين ويساعدهم في القبض عليهم. فبيضطر ريد ان هو يوافق لان مفيش قدامه اي حل تاني. وفي الوقت ده كيت وماركوس بيوصلوا لمخبأ المتحولين، وبتترعب كيت لما بتشوف المتحولين بيخرجوا من المبنى قبل ما ينهار، فبتروح بسرعة تطمن على اولادها، وبيطلب منها ماركوس تفضل مع اولادها وهو هيدخل يدي العلاج لكلاريس، لكن كيت بترفض لان هو ما يعرفش الجرعات المناسبة، وبتسيبه وبتدخل جوه المبنى بسرعة وبتقدر توصل لكلاريس وبتديها العلاج. وبعد لحظات بتفوق كلاريس وبترجع لحالتها الطبيعية. وفي مخبأ المتحولين بتحاول كيت ان هي تلاقي حل علشان ريد يخرج من السجن، وبتقترح على جون وماركوس ان هي تستغل علاقات ريد علشان تقدر توصل لاتفاق يخرجه لان هو ما عملش حاجة، لكن جون وماركوس بيرفضوا لان ده هيكون في خطورة عليهم وممكن مكانهم يتعرف وساعتها حياتهم هتتعرض للخطر. فبتقرر كيت بينها وبين نفسها ان هي تتصرف لوحدها، وبالليل بتروح تصحي اولادها من النوم وبتقول لهم ان هي هتروح لاخوها داني لان هو عنده نفوذ وعلاقات كتير وممكن يساعدها في خروج ريد من السجن. فاولادها بيوافقوا على الفكرة وبيقرروا يروحوا معاها. وتاني يوم بيتكلم ريد مع ترينر وبيحكي له عن المطعم اللي قابل فيه ماركوس، وبيقول له ان هو لاحظ ان كل اللي في المطعم من المتحولين، فبيحط ترينر خطة ذكية علشان يوصل لمخبأ المتحولين، وبيقول لريد ان هو هيرجعه لنفس المطعم تاني، والمطلوب منه ان هو يحاول يلاقي حد يوصله بماركوس بأي شكل، وفي نفس الوقت هم هيكونوا حاطين في رجله جهاز تتبع، ده غير ان هم هيكونوا مراقبين كل تحركاته، وبكده هيوصلوا لماركوس وباقي المتحولين بسهولة. اما كيت واولادها فبيروحوا لداني بيته، واللي بيكون مصدوم بعد ما شاف الاخبار اللي انتشرت عن اخته واولادها المتحولين، فبتطلب منه كيت ان هو يساعدها علشان يخرج ريد من السجن، لكن داني بيرفض وبيقول لها ان هو بسببهم خسر كل علاقاته، ده غير ان هو ما يقدرش يتدخل لانهم في نظر الحكومة خارجين عن القانون. والاكتر من كده هو ان الحكومة عملت مكافأة 300,000 دولار لاي حد هيبلغ عنهم، وعلشان كده بيطلب داني من كيت ان هي تبات عنده اليوم ده وتمشي تاني يوم. وبنرجع لريد اللي بيكون وصل للمطعم، وهناك بيقابل صاحب المطعم واللي في الاول بيشك فيه وبيهدده ان هو هيقتله، لكن ريد بيحكي له على كل اللي حصل معاه هو واولاده، وبيقول له ان هو استغل منصبه وقدر يهرب من الشرطة، وبيقول له كمان ان هو لازم يقابل ماركوس علشان يوصله لعيلته. وبيفضل ريد يترجى صاحب المطعم لحد ما بيوافق ان هو يساعده وبيوافق ان هو يوصله لماركوس، وبعدها بيخبيه جوه اوضه في المطعم وبيكون فيها وبنتها هيهربوا معاه. فوقتها صاحب المطعم بيطلب منهم يستنوه لحد ما يرجع لهم، وبعدها بيقعد ريد يتكلم مع الست دي وبيعرف منها ان جوزها من المتحولين واتقبض عليه، وان في واحدة من الحراسات الخاصة بتدور عليهم علشان يسجنوهم زيه. وبالليل بياخدهم صاحب المطعم بعربيته وبيتحركوا في طريقهم علشان يوصلهم لمخبأ المتحولين. وفي اللحظة دي الست وبنتها بيكونوا مبسوطين لانهم هيروحوا لمكان آمن، فساعتها بيحس ريد بالذنب لانه هيكون السبب في القبض عليهم، فبيقول لصاحب المطعم ان وحدة الحراسات الخاصة بتراقبهم وبيعرفوا ان هم حاطين جهاز تتبع في رجله، لكن صاحب المطعم بيرفض وبيقول له ان هو هيستخدم قوته وهيختفي ومحدش هيعرف يوصله. فبيحاول ريد يفهمه ان جهاز التتبع متطور جدا وكده كده وحدة الحراسات الخاصة هتوصل لهم، ولكن صاحب المطعم ما بيقتنعش بكلامه وبيرفض يقف العربية، فبينط ريد من العربية
العربية وهي ماشية، وفي نفس اللحظة بيستخدم صاحب المطعم قوته وبيخلي العربية تختفي. فبيتعصب ترينر وبيبلغ ريد ان الاتفاق اللي بينهم اتلغى، وبيعرفوا ان هو بكده خسر فرصته الوحيدة في انه يشوف عيلته تاني. وفي الوقت ده بيكون لورين واندي في اوضة سكوت ابن خالهم، وبيظهر ان اندي متعصب ومتضايق من الوضع اللي هم فيه، وبيطلع غضبه في حاجة سكوت اللي موجودة قدامه. فبينبهر سكوت من قوة اندي، وما بيكونش مصدق ان هو قدر يكسر تمثال صغير من الفضة بكل سهولة. وتاني يوم بيتسلل جون وماركوس لبيت داني، وبتتفاجئ كيت لما بتلاقيهم قدامها، فبيلوموها علشان هي مشيت من غير ما تعرفهم، وبيطلبوا منها تجيب اولادها علشان يمشوا فورا لان ده في خطورة عليهم وعلى حياتهم. وهنا بيخرج داني من اوضته وبيكون خايف منهم، وبيزعق لكيت علشان جابت المتحولين لحد بيته، ولكن ماركوس بيقاطعهم وبيقول لهم ان الجيران محوطين البيت ومعاهم اسلحة. فبيفهم داني ان هم عرفوا بوجود لورين واندي، ولكن بيكون مستغرب هم عرفوا ازاي. وهنا سكوت بيعتذر لهم كلهم لان هو بعت صورة التمثال اللي كسره اندي لابن واحد من الجيران. فبالتالي الولد ده بلغ ابوه، وابوه بلغ باقي اهالي المنطقة، واتجمعوا كلهم علشان يقبضوا على لورين واندي وياخدوا المكافأة. فبيخرج داني وبيحاول يتكلم معاهم ويخليهم يمشوا، ولكن محدش فيهم بيسمع كلامه، وبيضربوا واحد منهم وبيوقعوا على الارض، وبعدها بيروح ناحية باب البيت. وفي اللحظة دي بيستخدم اندي قوته وبيدمر الباب وبيرمي الراجل ده لبعيد. فبيحاول الراجل ده ان هو يضربه بالنار، ولكن ماركوس بيتدخل وبيمنعه، وبعدها بياخد اللي معاه وبيركبوا العربية وبيهربوا. ولكن الاهالي بيروحوا وراهم وبيطاردوهم على الطريق. فبيتصل جون بواحدة من المتحولين اسمها إيلينا، وبيطلب منها تلاقي طريقة تساعدهم علشان يهربوا من المطاردة لانهم مش عاوزين يأذوا حد من الاهالي. وما بيكونش قدام إيلينا غير ان هي تطلب المساعدة من كلاريس، ومع ان كلاريس لسه مش عارفة تستخدم قوتها بشكل كويس بعد اللي حصل لها، ولكن إيلينا بتستخدم قوتها في الاقناع، وبتتحكم في عقلها وبتزرع جوه عقلها ذكرى ليها مع جون، وبتخليها تقتنع ان هو حبيبها، وبتقول لها ان جون في خطر ومحتاج مساعدتها. فبتروح معاها كلاريس وبتقف على الطريق، وبتفتح بوابة وبتنقل عربية جون واللي معاه لمخبأ المتحولين. وفي اليوم اللي بعده كيت بتقابل داني في مكان بعيد عن المدينة، وبيظهر ان داني غير رأيه وقرر يساعدها، وبيقول لها ان ريد هيتنقل لسجن في مكان سري تبع وحدة الحراسات الخاصة، وبيقول لها كمان ان هو هيكون معاه واحدة من المتحولين. وهنا بتفهم كيت ان داني يقصد لورنا حبيبة ماركوس، فبتطلب من داني ان هو يتدخل علشان يمنع عملية النقل. فبيعرفها ان هو ما يقدرش يعمل كده، وبيقول لها ان هي مش هتشوف ريد تاني لانه عارف من مصادر جوه الحكومة ان ريد مش هيخرج من السجن نهائي. لكن كيت بتقول له ان ده مش هيحصل، وبتعرفه ان ريد هيرجع ليها والاولاده مهما حصل، وبتسيبه وبتمشي. وبتروح لترينر اللي بتجيله مكالمة من دكتور اسمه كامبل، ودكتور كامبل بيكون مسؤول عن قسم الابحاث والتجارب اللي بتتعمل على المتحولين. وبيظهر ان كامبل مهتم بان هو يوصل للورين واندي، وبيعرض على ترينر ان هو يسلمه ريد ولورنا، وبيوعد ان هو هيخلي لورنا تعترف على مكان زمايلها بطريقته الخاصة. اما ريد فهو هيستخدمه علشان يوصل للورين واندي، ولكن ترينر بيرفض التعاون مع كامبل لان هو ضد التجارب اللي بيعملها على المتحولين. وبعدها كيت بتناقش المعلومات اللي عرفتها من اخوها مع زمايلها المتحولين، وبيكتشفوا وقتها ان هم ما يعرفوش غير اليوم اللي هيتم فيه نقل ريد ولورنا للسجن تاني، وبيكونوا لسه عايزين يعرفوا ميعاد النقل وخط سير عربيات الشرطة اللي هتنقلهم. ووقتها ماركوس بيقول لهم ان هو عنده طريقة ممكن تساعدهم، ولكن الطريقة دي فيها صعوبة كبيرة. فبيفهم جون ان ماركوس يقصد العصابة اللي هو كان بيشتغل معاها زمان وهرب منها، وبيكون جون خايف ان ماركوس يتورط معاهم في مشاكل، ولكن ماركوس بيقول له ان هو مستعد يعمل اي شيء علشان ينقذ لورنا. وبيروح ماركوس لمقر العصابة وبيقابل زعيمة العصابة اللي اسمها كارمن، وبنعرف ان كارمن كانت بتحب ماركوس زمان ولكنه سابها وهرب. واول ما بيطلب منها ماركوس المساعدة بتوافق، ولكن بشرط، والشرط ان ماركوس يرجع يتعامل مع العصابة زي زمان. وبتطلب منه يستخدم قوته الخارقة علشان يجبر واحد هي بتعذبه يعترف باللي هي عايزاه. فبيضطر ماركوس ينفذ كلامها، وبيقدر يخلي الراجل ده يعترف بكل شيء. وبعدها بيعرف ماركوس من كارمن الميعاد اللي هيتم فيه نقل ريد وكارمن من السجن، وبيعرف كمان خط سير العربيات اللي هتنقلهم. وفي الوقت ده بيجتمع جون مع زمايله، وبيحاولوا يلاقوا طريقة يوقفوا بيها عربيات وحدة الحراسات
الحراسات الخاصة. ولما بتسمعهم لورين بتروح لأندي وبتسأله لو يقدر يستخدم قوته ويوقف العربيات، فبيقول لها أندي إن هو لسه مش قادر يتحكم في قوته وممكن يدمر العربيات بكل اللي فيها، لكن لورين بتساعده علشان يقدر يتحكم في قوته. وفعلا بينجح أندي إن هو يركز قوته على حاجة معينة ويدمرها، وبيكرر اللي حصل ده قدام كيت وجون، وبيقدر إن هو يدمر كاوتش عربية واقفة قدامهم. ولكن كيت بتخاف على أندي وبترفض إن هو يشارك في أي حاجة هتحصل، فبيفهمها جون إن ما فيش قدامهم أي حل تاني. وبالليل بيرجع ماركوس لمخبأ المتحولين وبيعرف جون بكل المعلومات اللي هو عارفها من كارمن. فبيبدأ جون يحط خطة للهجوم على عربيات وحدة خدمات الحراسة، وبيجي اليوم اللي هيتم فيه نقل ريد ولورنا. ووقتها ريد بيطلب من لورنا ان هي تتعاون معاه علشان يهربوا، وبيقول لها ان هو كان واخد فكرة غلط عنهم، ولكن لما قرب منهم اقتنع ان هم مش بيمثلوا اي خطر على اللي حواليهم. وبيعرفها ان هو عاوز يساعد ولاده، وهي كمان لازم تهرب علشان ابنها اللي في بطنها. فبتقتنع لورنا بكلامه وبتوافق ان هي تتعاون معاه. وبيجي اليوم اللي هيترحلوا فيه على سجن تاني، وبيركب ريد العربية مع لورنا. وفي نفس الوقت ده جون وباقي زمايله بيوزعوا نفسهم حوالين المكان اللي هتعدي منه العربيات، وبيكون جون واقف مع كلاريس وبيراقبوا المكان. وفي نفس الوقت لورين واندي بيكونوا مع امهم فوق سطح المبنى علشان لما العربيات تعدي من قدامهم اندي يوقفها. اما ماركوس فبيكون مع إلينا وواحد زميلهم اسمه هاري، وبتكون مهمتهم هي التدخل لو اي حاجة غلط حصلت. وبعد لحظات بتوصل عربيات وحدة الحراسات الخاصة للمكان، وبيحاول أندي يستخدم قوته علشان يعطل عربية نقل المساجين، ولكنه بياخد وقت لحد ما بيستجمع قوته وبيقدر ان هو يعطل العربية، ولكن في مكان ابعد من المكان المحدد. ووقتها ترينر بيعرف ان ده هجوم من المتحولين، فبيوزع رجالته في المكان كله. وبسبب التغيير اللي حصل في تنفيذ الخطة بيقرر هاري ان هو يستخدم قدرته على التخفي، وبيروح بنفسه لعربية نقل المساجين علشان يحرر ريد ولورنا. وفي نفس الوقت بتحاول كلاريس ان هي تفتح بوابة تنقلهم جوه عربية نقل المساجين، ولكنها بتتفاجئ ان في حاجة بتمنعها من استخدام قوتها. وحتى جون هو كمان لما بيحاول يستخدم قوته علشان يسمع اللي حواليه قوته مش بتشتغل، فبيفهم ان في حاجة غريبة بتعطل قوتهم كلهم. ولسوء الحظ قدرة هاري على الاختفاء بتضعف، واول ما بيظهر قدام الجنود بيضربوا عليه نار وبيصيبوه. وهنا بيتصدم جون من اللي بيحصل، وبيتصدم اكتر لما بيعرف ان في متحول اسمه ماكس هو اللي بيعطل قوتهم. وبيستغرب جون لان المفروض ان قوات الحراسات الخاصة قبضوا على ماكس من سنين، وما بيكونش فاهم هم ازاي قدروا يخلوه تحت سيطرتهم بالشكل ده. وفي اللحظة دي ماركوس بيشتت انتباه الجنود وبيدي فرصة لإلينا ان هي تروح تساعد هاري. اما ريد ولورنا فبيهجموا على الحراس اللي جايين علشان ينقلوهم لعربية تانية، ولكن لورنا ما بتقدرش تستخدم قوتها والحراس بيسيطروا عليهم. وفي اللحظة دي جون بيهجم على الحارس اللي بيحرس ماكس وبيتخلص منه، وبعدها بيهجم على ماكس نفسه وبيضربه بقوة وبيفقده الوعي. وهنا بيلاحظ جون ان في علامة غريبة على ايد ماكس، وفي اللحظة دي كل المتحولين قوتهم بترجع زي الاول. فهنا ريد بيطلب من لورنا ان هي تستخدم قوتها علشان تطلع الشرايح والمسامير اللي هو مركبها في رجله، فبتطلعهم لورنا من رجله بسرعة، وبتقدر من خلالهم ان هي تحرر نفسها هي وريد. وبعدها بتخلص على الحارس اللي معاهم بسهولة. اما كلاريس فبتفتح بوابة وبتنقذ إلينا وهاري، وبعدها بيروح جون لماركوس علشان يكملوا باقي خطتهم، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيشوفوا ريد ولورنا وهم خارجين من عربية الترحيلات. وبتستخدم لورنا قوتها وبتبعد كل الحراس عنهم، ووقتها بتيجي كيت بعربية وبيهربوا كلهم من المكان بسرعة. وساعتها ترينر بيكون متعصب بسبب اللي بيحصل، وبيكون واضح ان هو بيكره المتحولين جدا، وده بيخليه يفتكر ذكرى قديمة ليه مع أسرته. ووقتها بيكون ترينر مع مراته في الجنينة وبنتهم الصغيرة بتلعب قدامهم. وفي الوقت ده المتحولين بيكونوا عاملين مظاهرات علشان يطالبوا بحقوقهم، ولكن فجأة بتحصل اشتباكات عنيفة بينهم وبين قوات الشرطة، وبيستخدموا المتحولين قوتهم الخارقة أثناء الاشتباكات دي. ووقتها بيحصل انفجار كبير وبتموت بنت ترينر بسببه، ومن يومها وبقى ترينر بيكره المتحولين لأن هم السبب في موت بنته. وفي الوقت الحاضر بيتكلم جون مع ماركوس ولورنا وبيعرفهم ان ماكس كان موجود مع قوات الحراسات الخاصة، وهو اللي كان بيعطل قوتهم أثناء المهمة. فبيستغرب ماركوس وما بيكونش
بيكونش مصدق ان ماكس ممكن يعمل كده. فبيقول له جون ان هو شاف علامة غريبة على ايد ماكس، واكيد القوات عملوا عليه تجارب وخلوه تحت سيطرتهم. واثناء ما هو بيتكلم بيسمع صوت طيارة بدون طيار بتقرب، فبيفهم ان وحدة الحراسات بتراقبهم، وبيطلب من ماركوس ولورنا ان هم يتخلصوا من الطيارة دي. فبياخد ماركوس لورنا وبيركب عربيته وبيطلع على الطريق السريع، وبيقدر هو ولورنا يتخلصوا من الطيارة وبيدمروها. اما جون فبيروح مع ريد وكيت لمخبأ المتحولين، وهناك جون بيلاحظ ان اعداد المتحولين زادت بشكل كبير. فبيروح يتكلم مع واحدة اسمها سيج، واللي بتكون مسؤولة عن امن المخبأ، وبيعرف منها ان وحدة الحراسات الخاصة زودت الاجراءات الامنية ضد المتحولين. وفي الوقت ده صاحب المطعم بيشوف ريد وبيتهمه ان هو خاين، وبيكون رافض وجوده معاهم في المخبأ. فبيحاول ريد يفهمه ان هو غلط وكان عاوز الشرطة تقبض عليهم، ولكن هو مستعد يصلح غلطته ويساعدهم. وبيأكد جون على كلام ريد، وبيقنع صاحب المطعم ان ريد مش مصدر خطر عليهم. وبنروح لماركوس ولورنا، وبيكونوا راجعين لمقر المتحولين، ولكن فجأة بيلاقوا ترينر قدامهم. فبتنزل لورنا من العربية وبتسيطر على ترينر وكل الجنود اللي معاه، وبعدها بتخطفه هي وماركوس وبياخدوه على مكان مهجور. وهناك بتحط لورنا طوق حديد على رقبة ترينر زي ما حصل معاها في السجن. وبتكون لورنا عاوزة تستجوب ترينر وتعرف منه ايه اللي حصل لصاحبهم ماكس، ولكن ماركوس بيكون عارف ان ترينر مش هيقول لهم اي شيء، وعلشان كده بيتصل على إلينا وبيعرفها ان هم خاطفين ترينر، وبيطلب منها تجيلهم بسرعة وتستخدم قوتها وتعرف منه كل المعلومات اللي هم عايزينها. وبعد لحظات بتوصل إلينا وكلاريس للمكان، وبتستخدم إلينا قوتها على ترينر وبتسيطر على عقله، وبتقدر تشوف مشاهد كتير من ذكرياته، ومن ضمنها أوراق خاصة بتجارب اتعملت على ماكس. وبتشوف مبنى كبير بيكون عليه علامة معينة، وفجأة بتوصل قوة من الحراسات الخاصة وبيرموا عليهم قنابل غاز، وبيضطر ماركوس وفريقه ان هم يهربوا من المكان بسرعة. واول ما بيوصلوا لمخبأ المتحولين بتقول لهم إلينا على كل حاجة هي شافتها جوه عقل ترينر، وبترسم لهم صورة للمبنى اللي هي شافته. فوقتها ريد بيقول لهم على مكان المبنى ده، وبيعرفهم ان ده مبنى تبع الحكومة ومخصص لمحاكمة المتحولين. والمشكلة ان اي متحول بيدخل المكان ده بيختفي للأبد. وبعدها بتتكلم كلاريس مع إلينا وبتسألها لو هي استخدمت قوتها عليها زي ما عملت مع ترينر، وده لان هي بتشوف ذكريات غريبة عن حياتها طول الوقت. فبتعترف لها إلينا بالحقيقة، وبتقول لها ان هي كانت مضطرة تعمل كده علشان تنقذ جون واللي معاه. فبتتضايق كلاريس منها وبتقول لها تبعد عنها وما تقربش منها تاني. وبالليل بيرجع ترينر بيته، وبيظهر ان تأثير قوة إلينا عليه عمل له خلل في دماغه، لدرجة ان هو بيسأل مراته عن بنتهم وبيكون فاكر ان هي لسه عايشة. فبتنصدم مراته من الحالة اللي هو فيها، وبتحاول تخليه يسترجع ذاكرته، وبتقول له ان بنتهم ماتت من 4 سنين، وبيقول لها ان هم محتاجين مساعدتها علشان تدخلهم مبنى محاكمة المتحولين علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل للمتحولين اللي هناك. لكن كلاريس بتتجاهل كلامه وبتسأله لو كان يعرف ان إلينا استخدمت قوتها عليها. فبيقول لها ان إلينا قالت له كده وهو عاتبها بسبب اللي عملته ده، لان هو حذرها ما تستخدمش قوتها على اي حد من المتحولين. فبتتضايق كلاريس لان جون خبى عليها وما قالهاش الحقيقة في وقتها، وبتفتح بوابة بتنقلها المكان بعيد عن مخبأ المتحولين. وبعدها جون بيجمع زمايله وبيقول لهم ان كلاريس سابتهم ومشيت، ولازم يلاقوا طريقة علشان يدخلوا بيها مبنى الابحاث. فبيقول لهم اندي ان هو يقدر يساعدهم بقوته ويدمر جدار المبنى. ووقتها الفكرة بتعجب الكل، وتاني يوم بيبدأوا ينفذوا خطتهم. وبنعرف ان ماركوس وريد واندي هيروحوا ينفذوا المهمة، لان جون هيفضل في المخبأ علشان يحمي اللي موجودين فيه، ولورنا هي كمان هتفضل في المخبأ علشان تدرب اطفال المتحولين ويكونوا مستعدين لو حصلت حرب بينهم وبين الشرطة. وفي الوقت ده بيوصل ترينر مكتبه وبيتصل بكامبل وبيبلغه ان هو موافق يتعاون معاه ضد المتحولين. وفي الوقت ده ماركوس واللي معاه بيوصلوا لجراج مبنى محاكمة المتحولين، وبيستخدم اندي قوته وبيكسر الجدار. وبعدها بيدخل ماركوس وريد جوه المبنى وبياخدوا الملفات والهاردات اللي عليها كل المعلومات اللي هم محتاجينها. ولكن قوات الشرطة بيوصلوا للمبنى، فبسرعة بيدمر ماركوس المكان وبيهرب مع ريد واندي. لكن الشرطة بتكون عامله لهم كمين على الطريق، وبيبلغ ماركوس مخبأ المتحولين علشان يساعدوهم. فبتروح لورنا ولورين على المكان بسرعة، وبيكون معاهم متحول اسمه
اسمه ويس، وويس ده بيقدر يعمل اوهام بصرية، وبيستنوا لحد ما بتوصل الشاحنة اللي فيها ماركوس وريد واندي. واول ما الشاحنة بتقرب من كمين الشرطة بتستخدم لورنا قوتها وبترفع الشاحنة في الهواء وبتطيرها من فوق الكمين. اما ويس فبيوهم قوات الشرطة ان في اكتر من شاحنة قدامهم، وكل شاحنة منهم بتمشي في اتجاه مختلف، وبكده بيكونوا انقذوا اصحابهم وبيرجعوا بالمعلومات اللي معاهم على المخبأ. وبيجي الليل وبتتصل كارمن بماركوس وبتفكروا بالاتفاق اللي بينهم، وبتطلب منه يقابلها تاني يوم، وبتهدده ان هو لو ما التزمش بالاتفاق هتبلغ وحدة الحراسات الخاصة عن مكانهم. فبيروح لها ماركوس تاني يوم، وبتقول له كارمن ان هي محتاجة مساعدته علشان يدمر شحنة ممنوعات بتنقلها عصابة منافسة ليها. فبيوافق ماركوس ولكن بشرط ان هو مش هيقتل اي حد. فبتقول له كارمن ان مهمته هي انه يحرق شحنة الممنوعات وبس. وفي مكان تاني بنشوف ترينر وهو قاعد مع كامبل، وبيطلب منه يسلمه مجموعة من المتحولين علشان يضمهم للفريق اللي هو عمله، وبيوري له تجربة هو عملها على واحد من المتحولين. وبيتفاجئ ترينر ان كامبل بيقدر يتحكم في المتحول ده بشكل كامل، واول ما بيديله اي امر بينفذه. وفي نفس الوقت ده بيستخدم جون قوته في التتبع، وبيقدر يوصل لمكان كلاريس، وقبل ما تهرب منه بيترجاها ان هي تسمعه، وبيفضل يعتذر لها ويطلب منها تسامحه وترجع معاه تاني لانهم محتاجين مساعدتها. فبتوافق كلاريس وبترجع معاه على المخبأ. اما لورنا فبتكون قلقانه على ماركوس لان المفروض ان هو رايح يجيب طلبات للمخبأ ولسه مرجعش. وبتتصدم لورنا لما بتعرف ان ماركوس طلب من زميله ان هو يروح يجيب الحاجه بداله. فبتشك ان ماركوس رجع يتعامل تاني مع العصابه اللي كان بيشتغل معاها، وبتروح لإلينا وبتطلب منها تساعدها علشان يوصلوا لماركوس. فبتوافق إلينا وبيروحوا سوا على مقر العصابة، وهناك إلينا بتستخدم قوتها وبتعرف من واحد من الحرس بالمهمة اللي ماركوس راح ينفذها. فبتاخد لورنا وبيروحوا على المكان بسرعة، وساعتها لورنا بتشوف ماركوس وهو بيستخدم قوته وبيحرق شحنة الممنوعات. فبتتضايق وبترجع على مخبأ المتحولين، ولما بيرجع ماركوس على المخبأ بيلاقي لورنا مستنياه وبتواجهه بكل حاجة هي شافتها. فبيعرفها ماركوس ان هو اضطر يرجع يشتغل مع العصابة تاني علشان يقدر يهربها من السجن، لكن لورنا بتكون زعلانة لانه خبى عليها حاجة زي دي وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم سيج بتكون فكت شفرة المعلومات اللي جابوها من مقر محاكمة المتحولين، وبتبلغ جون وريد ان هي لقت قائمة باسماء مجموعة من المتحولين اتعمل عليهم تجارب غريبة، والغريب ان اللي عمل التجارب دي هي شركة خاصة اسمها تراسك. فبيستغرب ريد لان الشركة دي المفروض ان هي اتقفلت من سنة 2006، وبيتضح ان ريد عارف الشركة دي كويس لان والده كان بيشتغل فيها. وعلشان يعرفوا اكتر عن الشركة بيقرر ريد ياخد جون ويروح يقابل والده اللي اسمه اوتو، ووقتها بيبان ان ريد ووالده ما تكلموش مع بعض من سنين، وبيكون واضح ان اوتو ضد المتحولين تماما وبيرفض ان هو يقول اي حاجة عن شغله في شركة تراسك. لكن ريد بيعرفه ان الشركة رجعت تشتغل تاني وبتطارد المتحولين واللي من ضمنهم احفاده. فساعتها اودو بيغير رأيه وبيوافق يساعده، وبياخده على اوضة المكتب وبيسأله عن قوة احفاده. فبيقول له ريد ان لورين بتتحكم في الهواء وبتقدر تعمل حواجز، اما اندي فبيقدر يدمر اي حاجة قدامه. فبيتصدم اوتو لما بيسمع الكلام ده، وبيوري ريد صور واوراق جرايد قديمة، وبيقول اوتو ان هو ومراته كانوا متحولين، والمفاجأة ان هما كانوا بنفس قوة اولاد ريد بالظبط، ولكن اوتو ومراته كانوا بيستخدموا قوتهم في الشر واشتغلوا تبع منظمة سرية اسمها نار الجحيم، وارتكبوا جرائم كتير، وعلشان كده كانوا على رأس قائمة المجرمين المطلوبين للعدالة وقتها. والمفاجأة الأكبر إن أوتو بيقول إن هو ومراته قوتهم كانت بتندمج سوا وبتعمل قوة جبارة جدا لدرجة إن هم ممكن يدمروا مبنى كامل في ثواني. وبيكمل أوتو كلامه وبيقول لريد إن هو نفسه كان متحول لما كان لسه طفل، وده السبب اللي خلى أوتو يشتغل مع شركة تراس، وكان هدفه الوحيد إن هو يوصل لعلاج يوقف الطفرة الجينية اللي جوه جسم ابنه، لأنه خايف إن عيلته تتحول لوحوش. وفعلا قدر يوصل للعلاج واستخدمه على ريد وهو صغير، وبعد ما كان متحول خلاه شخص طبيعي زي باقي البشر. والمشكلة ان العلاج ما جابش نتيجة مع اي متحول تاني، وبالرغم من ان العلاج نجح مع ريد ولكن الطفرة اتنقلت لولاده. وبيتصدم ريد لما ابوه بيقول له ان هو لازم يحمي العالم من قوة اولاده، وفي اللحظة دي جون بيقطعهم وبيقول لهم ان عربيات وحدة الحراسات الخاصة وصلت للمكان. فبيطلب اوتو من ريد وجون ان هم يستخبوا،
وبينزل علشان يواجه افراد وحدة الحراسات الخاصة، وبيتفاجئ لما بيلاقي كامبل قدامه وبيقول له ان هو لما عرف بالمعلومات اللي اتسرقت خمن ان ابنه ريد هيجي يزوره. وبيتفاجئ اوتو لما كامبل بيقول له ان هو راجع ابحاثه عن علاج المتحولين وقدر يشتغل عليها واخترع مصل بيخلي المتحولين تحت سيطرته بالكامل، وبيعرفوا ان ماكس هو اكبر دليل على نجاح التجربة. فبيبص اوتو على ماكس وبيتأكد ان كلام كامبل حقيقي فعلا. وبعد ما كامبل بيخلص كلامه بيكون عاوز يفتش البيت، ولكن اوتو بيرفض وبيحاول يستخدم قوته علشان يمنعهم. وهنا رجالة كامبل بيضربوه بالنار، ومع ذلك بيقدر اوتو يدمر المكان، وبيتصاب كامبل في وشه ورجالته بياخدوه بسرعة على المستشفى. وبعدها بينزل ريد وبيتصدم لما بيلاقي ابوه مات، وبيتصدم جون هو كمان لما بيشوف ماكس ميت قدامه. وفي الوقت ده في مخبأ المتحولين بيتفاجئوا ان في متحولة لسه جاية للمخبأ بتتعب جدا، وبتبدأ تظهر عليها اعراض انسحاب من الدواء اللي كانت بتاخده. وبيتصدموا لما بيعرفوا ان هي شغالة لحساب كامبل، وان هو زرعها وسطهم علشان تعرف مكانهم، ولكن هي ما لحقتش تبلغه بسبب التعب اللي ظهر عليها. وبيكون واضح ان البنت دي عايزة تقول حاجة مهمة ولكن مش قادرة تتكلم. وبتيجي متحولة اسمها اسمي بتقدر تقرا الافكار، وبتشوف اسمي جوه افكار البنت دي مبنى الابحاث اللي كامبل بيعمل فيه التجارب. ولكن للاسف البنت بتموت قبل ما اسمي تعرف اي حاجة تانية. وبعدها جون وزمايله بيخططوا علشان يتسللوا لمبنى الابحاث وينقذوا المتحولين اللي هناك. وبيتصدموا لما بيعرفوا من اسم ان اخواتها محبوسين جوه المبنى ده، وعلشان كده هي عايزاهم يتحركوا في اسرع وقت وينقذوهم. لكن المشكلة ان هم محتاجين معلومات اكتر عن اجراءات تأمين وحراسة المبنى. ومن خلال بحثهم بيعرفوا ان في واحد من افراد امن المبنى بيروح يسهر في خانة معينة، فبتاخد لورنا إلينا وبيروحوا على هناك بسرعة وبيتعرفوا عليه وبيخلوه يشرب كتير لحد ما بيسكر. وساعتها بيبدأ يتكلم عن شغله وبيتفاخر بانهم بيتحكموا في المتحولين زي الحيوانات بالظبط. فبتتعصب لورنا وبتضربه بقوة وبيغمى عليه. وساعتها إلينا بتخترق عقله وبتعرف معلومات اكتر عن بروتوكولات الامن في مبنى الابحاث. وفي الوقت ده ريد بيقعد مع كيت وبيعرفها اللي حصل بينه وبين ابوه، وبيقول لها ان ابوه مات بعد ما عرف منه ان اولادهم ورثوا الطفرة الجينية منه. فبتتخض كيت وبتقلق على اولادها، وبتروح هي وريد يتكلموا معاهم وبيفهموهم ان قوتهم هي نفس قوة اجدادهم، وبيطلبوا منهم يدمجوا قوتهم مع بعض علشان يتأكدوا من الكلام ده. وساعتها بيتفاجئ ريد من حجم القوة اللي عند اولاده، فبيتحرك بسرعة وبيفصلهم عن بعض قبل ما يدمروا المكان كله. وبعدها بيقترح اند ان هم يتدربوا على استخدام القوة دي على امل ان هم يتحكموا فيها ويستغلوها بشكل افضل. لكن ريد بيرفض وبيفهموا ان القوة دي تعتبر دمار شامل وممكن تأذي ناس ملهاش ذنب زي ما اجدادهم عملوا. اما ماركوس فبيروح يصالح لورنا وبيعتذر لها عن اللي هو عمله وهي بتقبل اعتذاره. وبعدها بيحطوا سوا خطة معينة للهجوم على المبنى. وفي اليوم اللي بعده بيتجمعوا كلهم وبيقسموا نفسهم لمجموعات حسب الخطة. وبيروح جون وماركوس واسمي ولورنا عند حدود المبنى وبيجهزوا نفسهم لاقتحام المبنى علشان يهربوا زمايلهم. اما ريد وعيلته فبيكون معاهم كلاريس وإلينا، وبيكونوا جوه عربية واقفين في مكان قريب من المبنى. ووقتها بتساعدهم سيجو وبتقدر تخترق كاميرات المراقبة علشان يتابعوا اللي بيحصل. وفي نفس الوقت بتفتح كلاريس بوابة وبتدخل هي وإلينا مع أندي ولورين جوه المبنى، وبتفضل كيت مع ريد في العربية علشان يراقبوهم. وأول ما كلاريس واللي معاها بيدخلوا جوه المبنى بيلاقوا واحد من أفراد الأمن قدامهم. وفي الوقت ده الحراسات الخاصة بيلاحظوا حاجة غريبة بتحصل في المبنى، فبيفهم ترينر إن ده هجوم من المتحولين وبيجهز قواته وبيروح على هناك بسرعة. وما بيعديش وقت كتير وبتظهر الروبوتات في المبنى، وساعتها بتشوفهم كيت وبتتواصل مع المجموعة اللي جوه المبنى وبتعرفهم إن هم اتكشفوا ولازم يهربوا. فبتحاول كلاريس إن هي تفتح بوابة علشان تنقلهم بره المبنى، ولكن للأسف واحد من الروبوتات بيوصل لها وبيمسكها قبل ما تلحق تفتح لهم بوابة وبيتقبض عليها، وده بيخلي الباقيين يسيبوها ويجروا. وبتضطر إلينا إن هي تضحي بنفسها وبتخلي القوات يقبضوا عليها علشان تدي فرصة لورين وأندي إن هم يهربوا. فبيجروا بسرعة على الدور اللي تحت، وبعدها ما بيقدروش يلاقوا أي مخرج يهربوا منه، فبيحاولوا يتحدوا سوا ويستخدموا قوتهم علشان يهربوا. وفعلا بتخرج من أجسامهم كمية كبيرة جدا من الطاقة. لكن أندي بيقطع الاتصال فجأة بينه وبين لورين وبيقول لها إن قوتهم ممكن تدمر المكان والمتحولين اللي مقبوض عليهم
عليهم هيموتوا، فبيستسلموا لترينر وقوته وبيتم القبض عليهم وبيلبسوهم أطواق من المعدن علشان يسيطروا على قوتهم. وفي اللحظة دي كيت وريد بيشوفوا اللي بيحصل على كاميرات المراقبة، وللأسف ما بيكونش في ايديهم حاجة يعملوها علشان ينقذوا أولادهم. أما جون وماركوس فبيسمعوا صوت أجهزة الإنذار وبيفهموا إن الخطة اتكشفت، وبيقرروا إن هم يهربوا من المكان بسرعة قبل ما يتقبض عليهم. ووقتها اسمي ما بتكونش عايزة تمشي قبل ما تنقذ اخواتها، لكن جون وماركوس بياخدوها معاهم غصب عنها وبيرجعوها على مخبأ المتحولين. وهناك لورنا بتقول لزمايلها إن هم لازم يهجموا على وحدة الحراسات الخاصة ويحرروا زمايلهم، لكن ريد بيرفض لأنه بيكون خايف على أولاده وبيكون شايف إن دي خطوة متسرعة وهيكون فيها مغامرة مش محسوبة. فبيتدخل جون وبيقول لهم إن هو هيحاول يجمع معلومات عن وحدة الحراسات الخاصة، وبعدها هيعملوا خطة ويحددوا ميعاد الهجوم. وفي الوقت ده لورين وأندي بيتم إرسالهم لمبنى الأبحاث، وبيكونوا واقفين قدام كامبل في مكتبه وبيستغربوا لما كامبل بيقول لهم إن هو كان مستني اللحظة دي من زمان. وبيكون واضح إن كامبل عارف إن لورين وأندي ورثوا قوة أجدادهم، وبنلاحظ وقتها إن لورين وأندي لابسين بدلات خاصة، وده علشان يتم مراقبة مستويات الطاقة اللي جواهم. وبعدها بيدخلوهم رجالة كامبل جوا غرفة محصنة وبيكون فيها أجهزة استشعار متطورة جدا. وساعتها كامبل بيطلب من لورين وأندي إن هم يتحدوا سوا علشان يشوف مدى قوتهم، لكن لورين وأندي بيرفضوا إن هم يعملوا كده. وساعتها رجالة كامبل بيجيبوا كلاريس وإلينا، وكامبل بيهدد لورين وأندي إن هو هيموتهم لو ما سمعوش كلامه واستخدموا قوتهم، ولكن إلينا بتطلب من لورين وأندي إن هم يصمموا على رأيهم. فبيتعصب كامبل وبيضربها بالنار وبيموتها، وبيهدد إن هو هيقتل كلاريس هي كمان لو ما نفذوش اللي هو عاوزه. فالأولاد بيضطروا إن هم يدمجوا قوتهم زي ما كامبل طلب منهم، ووقتها أجهزة الاستشعار بتوصل لأعلى معدلاتها، وده بيخلي واحد من مساعدين كامبل يطلب منه يوقف التجربة لأنهم وصلوا لأقصى حد من الطاقة، وأكتر من كده المكان هيتدمر. وفعلا الأوضة اللي فيها لورين وأندي بتتدمر، ولكن باقي المبنى ما بيجرالوش حاجة لأنهم فصلوا قوتهم عن بعض. وبعدها كامبل بيفعل الأطواق اللي حوالين رقبة لورين وأندي علشان يمنعهم من استخدام قوتهم تاني. فوقتها مساعد كامبل بيقول له إن هم قدروا يوصلوا للطريقة اللي لورين وأندي بيدمجوا بيها قوتهم. فبينبسط كامبل لأن هو ده هدفه من الأول. وفي الوقت ده ريد وكيت بيزوروا ترينر في بيته، وبيقولوا له إن التجارب اللي بيعملها كامبل على المتحولين غير قانونية وممكن تتسبب في أضرار كبيرة للمتحولين وتموتهم، وبيطلبوا منه ينقل المتحولين اللي في مبنى الأبحاث ويرجعهم للسجون العادية. ولكن ترينر ما بيقتنعش بكلامه، وبيقول لهم كمان إن المتحولين كانوا سبب في موت بنته وإن هم مجرمين ولازم يتحاسبوا على جرايمهم. فبيتضايق ريد وكيت من كلامه وبيسيبوه وبيمشوا. وساعتها مرات ترينر بتتعاطف معاهم وبتقول له إن الانتقام من المتحولين مش هيرجع لهم بنتهم تاني. فبيقتنع ترينر بكلامها وبيقرر إن هو يروح لكامبل علشان ياخد المتحولين اللي عنده. وبيلاحظ ترينر من خلال كاميرات المراقبة إن إلينا مش موجودة، فبيجذب كامبل وبيقول له إن هي ماتت أثناء التجارب اللي اتعملت عليها. ومع إن ترينر ما بيكونش مصدقه ولكنه بيقرر إن هو ياخد الباقيين من المكان ويمشي. وفي مخبأ المتحولين بيعرف جون إن ترينر هينقل المتحولين للسجون العادية، وبيقرر هو وزمايله إن هم يهجموا على العربيات اللي هتنقل المتحولين ويحرروهم. وبعدها بنشوف العربيات خارجة من مبنى الأبحاث، وبيكون ماركوس واقف بيراقبهم حسب الخطة. ولكن فجأة بتظهر اسمي من وراه وبتكهربه وبتفقده الوعي، وبعدها بتستخدم قوتها وبتسيطر على رجالة ترينر وبتخليهم يحرروا كل المتحولين اللي في عربية الترحيلات. ووقتها بينزل من العربية 2 من المتحولين شبه اسمي بالظبط، وبنعرف ان هم يبقوا اخواتها التوأم اللي كانوا محبوسين في المبنى. وساعتها بيتحدوا هم الثلاثة وبيستخدموا قوتهم وبيخلوا كل رجالة ترينر يخلصوا على بعض. وتاني يوم بنشوف اسمي واخواتها في مقر منظمة نار الجحيم، ودي بتكون نفس المنظمة اللي اجداد لورين واندي اشتغلوا لحسابها زمان. وبنعرف ان اسمي واخواتها اعضاء في المنظمة، والمفروض ان هم كانوا هيدمروا مبنى الابحاث ويقضوا على كامبل علشان يمنعوه من السيطرة على المتحولين، وبعدها هم يسيطروا على المتحولين ويخلوهم يشتغلوا لحساب المنظمة. وبيظهر ان زعيم المنظمة متضايق ان اسمي واخواتها فشلوا في مهمتهم، ولكنهم بيوعدوا ان هم هيقنعوا المتحولين
المتحولين ان هم يتعاونوا معاهم ويخلصوا على كامبل، وبعدها بيروحوا على مخبأ المتحولين، وبتطلب اسم من جون وماركوس ان هم يتعاونوا معاها علشان يدمروا مبنى الابحاث ويتخلصوا من كامبل للابد. وبتقول لهم ان كامبل هيحضر مؤتمر كبير بخصوص تطوير قدرات المتحولين وخصوصا الاطفال، وبتقول لهم ان دي فرصة كويسة علشان يقضوا على كامبل. فبيقتنع جون وماركوس بكلامها وبيحطوا خطة علشان يقتحموا المؤتمر. وفي يوم المؤتمر بيتكلم كامبل مع عضو مجلس الشيوخ وبيقنعه ان هو يتكلم عن تشريع قانون بيسمح باستخدام تجاربه على المتحولين. وفعلا بيتكلم السيناتور قدام كل اللي موجودين وبيناقش فكرة القانون الجديد، وساعتها كل اللي موجودين بيتفاعلوا مع فكرة القانون بشكل كبير. وفي الوقت ده جون وزمايله بيوصلوا للمكان اللي بيتعامل فيه المؤتمر، وبيتنكروا في هيئة افراد من الحكومة وبيتسللوا جوه المبنى، وبيفضلوا مستنيين كامبل لحد ما بيظهر قدامهم، وبيهجموا على الحراس اللي معاه وبيتخلصوا منهم. فبيستغل كامبل وجود الاطفال جنبه وبيستخدمهم كدرع حماية علشان يهرب منهم، وبكده بتفشل خطة جون وزمايله وبيهربوا من المكان بسرعة. وبيظهر ان اسمي بتكون متضايقة لان المتحولين فشلوا في مهمتهم. وفي مكان تاني بيستخدم ترينر 2 من المتحولين دمجوا قوتهم سوا، وبيقدر من خلال قوتهم يعرف مكان مخبأ المتحولين، وبيتحرك بمجموعة كبيرة من الجنود والمتحولين على هناك. واول ما بيوصل بيبدأ يحاصر المخبأ بقواته، وفي نفس الوقت بيستعد المتحولين علشان يدافعوا عن نفسهم. وبتتخلص سيج من كل الملفات وبتحرقها. اما كيت فبتجمع الاطفال وبتركبهم العربية مع صاحب المطعم وبتخليه يختفي بيهم، وبعدها بتشارك الباقيين وبيقفلوا كل مداخل المخبأ، وفي نفس الوقت بيحاولوا يلاقوا مخرج يهربوا منه. ووقتها بيستخدم واحد من المتحولين قوته وبيضعف الجدار، وبيجي متحول ضخم عنده قوة كبيرة وبيكسر الجدار بالكامل، وبيظهر ورا الجدار نفق كبير وبيبدأوا بسرعة يهربوا منه. وهنا بيستنى لورين واندي للآخر، وده لأنهم ناويين يدمروا المخبأ بالكامل علشان يمنعوا قوات الحراسات الخاصة من انهم يدخلوا النفق. وبعد ما بيطمنوا ان المخبأ فضي بيتحدوا سوا وبيدمروا المخبأ في ثواني. وبيظهر ان لورنا حزينة بسبب اللي حصل، وبتكون حزينة اكتر لما بتعرف ان السيناتور هيسافر مع كامبل لواشنطن، وده علشان يكملوا اجراءات تشريع القانون الجديد. فبتقرر ان هي تستناهم في المطار علشان تدمر الطيارة اللي هيسافروا بيها. ومع ان زمايلها بيحاولوا يمنعوها ولكن هي بتصمم على رأيها وبتستخدم قوتها وبتفجر الطيارة باللي فيها. وبعدها بيتجمع كل المتحولين في مكان بعيد عن المدينة، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي في الايام اللي جاية. وفي اللحظة دي بتيجي لورنا وبتكون معاها اسمي، وبتقترح لورنا على المتحولين ان هم ينضموا لمنظمة نار الجحيم علشان يقدروا ينتقموا من البشر بالسبب اللي عملوه فيهم. ولكن ماركوس بيرفض كلام لورنا وبيعترض عليه لانه عارف ان منظمة نار الجحيم منظمة اجرامية، ولكنه بيتفاجئ ان في عدد كبير من المتحولين بيوافقوا على كلام لورنا وبينضموا ليها. والمفاجأة ان اندي بيكون واحد منهم، ومع ان عيلته بيحاولوا يمنعوه ولكنه بيستخدم قوته وبيبعدهم عنه وبيقرب من لورنا وبينضم ليها. وهنا ريد بيكون قلقان وخايف على ابنه لان هو عارف ان المنظمة هتستغل قوته في الاعمال الاجرامية زي ما عملوا قبل كده مع اجداده، ولكن ما بيكونش في ايده اي حاجة يعملها. وبيخلص الموسم الاول من المسلسل. بيبدأ المسلسل بملخص سريع للأحداث اللي حصلت في الموسم الأول، وبنعرف إن في ناس متحولين عندهم قوة خارقة، والناس دول بيحاولوا بأي شكل يثبتوا إن ليهم الحق إن هم يعيشوا على الأرض زي أي إنسان عادي. وفي المقابل الحكومة بتعمل حملات للقبض على المتحولين علشان تحمي المجتمع منهم. ومن ضمن اللي شغالين في الحكومة محامي اسمه ريد، وبيكتشف ريد إن ابنه أندي وبنته لورين هم كمان متحولين. وساعتها قرر ريد ان هو يعمل المستحيل علشان يبعدهم عن عين الحكومة. وفي الاثناء دي بيعرف ان ابوه كان واحد من المتحولين وكان بيحاول يحمي احفاده طول الوقت، ولكن ابوه بيموت قبل ما يعرف منه طريقة علاج اولاده. والاهم من كل ده هو ان ريد بيكتشف ان اولاده بيقدروا يضموا قوتهم سوا، والقوة دي بتتحول لطاقة جبارة، والطاقة دي ممكن تدمر العالم كله. وفجأة بتظهر منظمة اسمها نار الجحيم، وهدفها هو القضاء
القضاء على كل البشر العاديين والسيطرة على العالم كله. ووقتها واحدة من المنظمة اسمها اسمي بتتكلم مع لورنا زعيمة جماعة المتحولين، وبتقول لها ان ابوها كان واحد من افراد منظمة نار الجحيم، وان المفروض ان هي تكمل مشواره وتنضم ليهم. فبتقتنع لورنا بكلامها وبتروح لمقر المتحولين، وبتقنع اندي ومجموعة من المتحولين بالانضمام للمنظمة. وبتبدأ احداث الموسم الثاني بعد 6 شهور من احداث الموسم الاول، وبنكون مع ريفا زعيمة منظمة نار الجحيم، وبتكون عاملة اجتماع للشخصيات المهمة في المنظمة بما فيهم اسمي واخواتها. وبيتضح ان الثلاثة التوأم كانوا شغالين لحسابها اصلا من البداية، وكل اللي حصل في الموسم اللي فات كان خطة ريفا وهم بينفذوها. وده لان ريفا بتجهز نفسها لمواجهة اخيرة مع البشر علشان يتخلصوا منهم وتحصل المساواة بينهم وبين المتحولين. ولكن اغلب اعضاء المنظمة بيرفضوا فكرة ريفا، فبتستخدم ريفا قوتها الخارقة، وبمساعدة اسمي واخواتها بتتخلص منهم كلهم. وفي الوقت ده لورنا واندي بيكونوا عارفين ان هم خدوا خطوة جارئة في حياتهم، وده لما قطعوا الاتصال بينهم وبين عائلاتهم وانضموا للمنظمة. وبيخططوا ان هم يستنوا لحد ما لورنا تولد طفلها علشان يعرفوا نوايا منظمة نار الجحيم الحقيقية، وهل هم فعلا بيعملوا لمصلحة المتحولين ولا عاوزين يحققوا اهداف شخصية ليهم. وفي التوقيت ده بنكتشف ان الشرطة بتشن حملات كبيرة للقبض على المتحولين، وبيقبضوا على اي حد بيشكوا فيه. وبيكون ريد وباقي فريق المتحولين بيحاولوا يساعدوا باي طريقة علشان ينقذوهم من الشرطة ويخبوهم في مكان بعيد. اما كيت فبتقوم بدورها وبتعالج المتحولين اللي بيتصابوا اثناء مطاردة الشرطة ليهم. ولما بترجع لمخبأ المتحولين بتتكلم مع ريد، وبتقول له ان هي قلقانة على اندي ونفسها تعرف اي اخبار عنه وتطمن عليه. وبنعرف هنا ان بقالهم فترة طويلة بيدوروا على اندي ولكن بدون فايدة، فبيحضنها ريد وبيطمنها ان هم هيفضلوا يدوروا عليه لحد ما يلاقوه. وفي الوقت ده بتكون لورين رايحة تقابل اندي في مكان بعيد، ولما بتشوفه بتحضنه وبتقول له ان هي مفتقدة جدا. وبتتفاجئ لورين ان اندي بيمسك ايديها علشان يوحد قوتهم، فبتحاول ان هي تشد ايديها ولكنه بيمسكها بقوة. وبعدها بتصحى لورين من النوم وهي مرعوبة، وبيتضح ان كل اللي حصل ده كان مجرد حلم. ووقتها امها وابوها بيجوا يطمنوا عليها، وبيطمنوا لما بيعرفوا ان هي كانت بتحلم مش اكتر. ولما كيت بتعرف ان لورين شافت اخوها في الحلم بتقلق، وبتتصل بماركوس وبتقول له ان هي مش قادرة تستحمل ان ابنها يفضل بعيد عنها، وبتطلب منه يساعدها باي طريقة. فبياخدها وبيروحوا لمتحول بيكون عنده القدرة ان هو يخترق اي نظام، وبيجيب منه المعلومات اللي هو عاوزها. ولما بيعرف ان المعلومات اللي هم طالبينها تخص منظمة نار الجحيم بيرفع عليهم السلاح هو ورجالته، وبيطلب منهم يدوله فلوس كتير قبل ما يعرفوا منه اي شيء. ولكن كيت بتهجم عليه وبتاخد منه المسدس، وللاسف بتتصاب بطلقة اثناء اللي بيحصل ده، ومع ذلك مش بتهتم وبتاخد منه المعلومات اللي هي محتاجاها وبتمشي مع ماركوس. ولما جون بيعرف اللي حصل بيتصل بريد وبيعرفه ان كيت اتصابت، فبيتضايق ريد لان كيت اتصرفت من غير ما ترجع له. وساعتها بيتعب جدا وبتظهر قوة غريبة بتتحرك جوا ايده، فبيفهم ريد ان قوته الخارقة رجعت لطبيعتها، وبيقرر ان هو ما يعرفش حد ان قوته الخارقة رجعت له تاني. وبيروح لكيت علشان يعالج لها اصابتها. ووقتها ريد ولورين بيكونوا متضايقين لان كيت اتصرفت من وراهم، وبيفكرها ان اندي اختار طريقه بنفسه، وحتى لو عرفوا مكانه مش هيرضى يرجع معاهم. وبالليل لورنا بتصرخ من شدة الألم لان هي هتولد، فبيستدعوا الدكتور بسرعة علشان يكشف عليها. ووقتها الألم بيزيد وبيخلي قوتها الخارقة تخرج من جسمها، وبتأثر على الكهرباء اللي في المبنى وكل مكان في المدينة. وبيتفاجئ الدكتور ان الجنين بيغير مكانه ومش راضي ينزل، فبيبلغ ريفا ان لورنا ممكن تكون محبوسة جوا حاجز نفسي بيمنعها من الولادة، ولو ما قدروش يخرجوا من الحالة دي ممكن تموت وهي بتولد. وساعتها اسمي واخواتها بيتدخلوا وبيسيطروا على تفكير لورنا بالكامل، وبيخلوها تفتكر ان هي لسه عندها انجازات كبيرة في المستقبل لازم تعملها. وبتشوف بنتها وهي فرحانة باللي هي بتعمله، وفعلا خطتهم بتنجح وبتتخلص لورنا من الحاجز النفسي، وبتبدأ تزق الجنين بكل قوتها. ووقتها الكهرباء كلها بتنفجر حواليها والمدينة بتتأثر باللي بيحصل. وفي نفس الوقت بيكون ماركوس قاعد في اوضته وبيلاحظ الخلل اللي بيحصل في الكهرباء، والمفاجأة انه بيلاقي المدينة كلها بتحصل فيها
فيها حاجة مش مفهومة، فبيدخل لأصحابه وبياخدهم معاه للسطح وبيقول لهم ان هو متأكد ان سبب كل اللي بيحصل ده هي لورنا. وهنا بتفهم لورين اللي بيحصل وبتقول له ان ده ممكن يكون ميعاد ولادتها. فبيتعصب ماركوس وبيكون عاوز يشوف لورنا وطفلهم اللي هيتولد. فبيخرجوا كلهم من المخبأ وبيتتبعوا مسار الطاقة اللي منتشر في المدينة، وده على امل ان هم يوصلوا للمصدر اللي بتخرج منه الطاقة ويعرفوا ساعتها مكان لورنا، لحد ما فجأة الكهرباء بتقطع عن المدينة بالكامل. وساعتها جون بيقول لهم ان مصدر الطاقة اختفى، وفي اللحظة دي بتكون لورنا ولدت طفلها، والطفل بيكون بنت وبتسميها دون. وتاني يوم بتتفاجئ ريفا ان وسائل الاعلام نشرت خبر عن انقطاع الكهرباء في المدينة، فبتقرر ان هي تنقل من مقر المنظمة لمكان تاني، وبتؤمر اسمي واخواتها ان هم يتخلصوا من رئيس هيئة الطاقة علشان تضمن ان محدش هيلاحقهم ويدور وراهم. فبيروحوا التلاتة لرئيس هيئة الطاقة وبيسيطروا على عقله وبيخلوه يمشي ناحية عربية جاية بسرعة، وبتخبطوا العربية وبتنهي حياته. وفي الوقت ده أندي بيستعد علشان استخدام قوته الخارقة، وبتيجي لورنا وبتلاحظ ان هو مش مركز، فبتحاول تساعده يستعيد تركيزه. ولكن أندي بيفضل يفكر في اخته لورين وما بيعرفش يتمرن كويس. ولما ريفا بتعرف اللي حصل بتغضب جدا، فبتروح له وبتتكلم معاه علشان تعرف ايه سبب التوتر اللي هو فيه. وفي الاول بيكذب عليها أندي وبيقول لها ان هو ما خدش كفايته من النوم مش اكتر. وهنا ريفا بتقرر تتخلص منه وبتستعد علشان تستخدم قوتها وتخلص عليه. ولكن أندي بيعترف لها ان هو مش قادر يبطل تفكير في اخته، فبتتراجع ريفا عن قرارها لان هي عرفت ان هو بيقول الحقيقة، وبتقول له ان هو لازم يتعلم ازاي يتحكم في قوته علشان يقدر يساعدها ان هي تبني مقر جديد تضم فيه كل المتحولين بالكامل بما فيهم اخته. وبعدها بتدخله تاني لمكان التدريب، والمرة دي بيتمرن أندي بشكل كويس لدرجة ان ريفا بتفرح وبتفضل تسقف له. وبالليل بتكتشف لورنا ان بنتها درجة حرارتها عالية جدا، فبتخاف على بنتها وبتصرخ وبتطلب المساعدة. وتاني يوم بيجي الدكتور وبيكشف على الطفلة وبيعرفهم ان هي بتعاني من نقص في الطاقة، والحل الوحيد لعلاجها ان هي تستمد كمية من الطاقة من ابوها ماركوس. وبتضطر ريفا ان هي تخلي اسمي واخواتها يروحوا يجيبوا ماركوس علشان يعالجوا البنت. وبيكون وقتها ماركوس قاعد في كافيه، وفجأة بيسمع صوت حد بينادي عليه باستمرار، فبيمشي ورا الصوت لحد ما بيخرج بره الكافيه. وساعتها بيلاقي التلاتة التوأم قدامه، وبيفهم ان هما اللي كانوا بينادوله، وبيعرفوا ان لورنا ولدت بنت، ولكن البنت تعبانة وهو الوحيد اللي هيقدر يعالجها. فبيوافق ماركوس وبيروح معاهم على مقر المنظمة. وفي الوقت ده بيكون ريد مع بنته لورين في العربية، وبتتصل كيت بريد وبتقوله ان هي ملاحظة حاجة غريبة في مكتبه، وازاي ما يكون في حد بيحاول يدمر المكتب. فوقتها بيفتكر ريد لما قوته الخارقة خرجت من جسمه، وكل ما يحط ايده على اي حاجة بتتحرق. ولكنه بيقول لكيت ان هو ما يعرفش حاجة عن اللي هي بتقوله، وبينهي المكالمة بسرعة لانه بيكون متوتر. وبسبب التوتر ده قوته الخارقة بتظهر وبتسخن عجلة القيادة وبتسيح في ايده، وده بيخليه يخبط في عربية واقفة على الطريق. ولحسن الحظ ان العربية اللي قدامه كانت فاضية، وبيتصاب ريد ولورين بإصابات خفيفة. وفي اللحظة دي لورين بتكون مصدومة وبتسأله ايه اللي حصل، لكن ريد بياخدها بسرعة وبيمشوا من المكان قبل ما الشرطة تيجي. ولما بيستخبوا في مكان آمن بيحكي لها على اللي حصل له، وبيقول لها ان هو من ساعة ما أندي سابهم قوته ظهرت جوا جسمه، والمشكلة ان اوقات القوة دي بتخرج عن السيطرة. وبنرجع لماركوس اللي بيوصل لمقر منظمة نار الجحيم، واول ما بيدخل على الأوضة اللي فيها بنته بيلاقي لورنا قدامه، فبيقول لها ان هو بيدور عليها طول الفترة اللي فاتت. ولكن لورنا بتقاطعه وبتقول له ان هو موجود بس علشان ينقذ بنتهم. فبيمسك ماركوس بنته وبيستخدم عليها قوته وبيمد جسمها بالطاقة اللي هي محتاجاها. وبعدها بيكشف الدكتور على الطفلة وبيقول لهم ان هي اتعالجت وحالتها بقت مستقرة. وبيجوا التلاتة التوأم وبياخدوا ماركوس وبيخرجوه بره المكان، ولكن ماركوس بيكون رافض يسيب لورنا وبنته، وبيهجم على اسمي واخواتها وبيضربهم وبيبعدهم عنه، وبيكون عاوز يروح ياخد بنته ومراته ويمشوا. ولكن ريفا بتظهر فجأة وبتستخدم قوتها وبتسيطر عليه، وبعدها بتأمر أندي ان هو ياخده ويخرجه بره المبنى. وفي الوقت ده بيوصل تيرنر وقوة من الشرطة لمكان الحادثة اللي عملها ريد، وبيشوفه هو بيحاول يشغل عربية علشان يهرب بيها، فبيجري وراه. ولكن ريد بياخد لورين بالعربية وبيهرب
بيهربوا بسرعة. وبعدها بيروح ريد لكيت في المستشفى وبيعترف لها بان قوته الخارقة ظهرت جوه جسمه، وبيقول لها ان هو السبب في الدمار اللي حصل في المكتب لانه مش قادر يسيطر على قوته. فبتتعاطف كيت معاه وبتقول له ان مع الوقت هيقدر يتحكم في قوته ويسيطر عليها، وبتحضنه علشان تواسيه وتخفف عنه. اما تيرنر فبتجيله مكالمة من واحد زميله في الشرطة اسمه تيدي وبيطلب منه ان هم يتقابلوا. ولما تيرنر بيقابله بيكتشف ان هو تبع جماعة اسمها جماعة المطهرين، وبيقول له ان هم بيكرهوا المتحولين وعاوزين يقضوا عليهم. وبيستغل تيدي حالة الغضب اللي عند تيرنر خصوصا بعد ما فشل في مهمته الأخيرة، وبيعرض عليه ان هو ينضم ليهم. ووقتها تيرنر بيوافق بدون تردد لانه عاوز ينتقم من المتحولين بأي طريقة. وتاني يوم بيكون ماركوس رجع لمقر المتحولين وبيعمل اجتماع للفريق كله وبيعرفهم ان هو كان في مقر منظمة نار الجحيم، وبيحكي لهم على كل اللي حصل معاه، وبيقول لهم ان ريفا قائدة المنظمة قوية، وبيعرفهم ان هي بتسيطر على اندي سيطرة تامة، وده معناه ان ريفا عايزة تستغل قوة اندي في حاجة معينة. وبيكون ماركوس متعصب وعاوز ينتقم من ريفا وياخد بنته ومراته منها. ووقتها كيت وريد بيقلقوا على اندي وبيكونوا خايفين ان هو يتورط مع ريفا في حاجة مش كويسة، فبيقرروا كلهم يتحركوا بسرعة علشان يلاقوا طريقة ويحاولوا يوقفوا ريفا. وبيروحوا يخطفوا متحول مدمن ممنوعات وبياخدوه على مقر سري جوه عيادة كيت، وهناك بيفوقوه وبيطلبوا منه يساعدهم علشان يعرفوا ريفا ناوية تعمل ايه. وبنعرف ان المتحول ده بيقدر يخترق كاميرات المراقبة في اي مكان، وساعتها كيت بتقوله ان هو لو ساعدهم هتديله كمية كبيرة من الممنوعات. فبيوافق وبيستخدم قوته الخارقة وبيخليهم يشوفوا لورنا وهي جوه مستشفى محبوس فيها متحولين كتير، وبيظهر ان لورنا بتخطط ان هي تحررهم. فبسرعة بيتحرك ماركوس وجون وكلاريس ولورين وبيروحوا المستشفى. اما ريد وكيت فبيفضلوا يراقبوا المتحول اللي معاهم. وبعدها بيوصل فريق ماركوس للمستشفى وبيستنى ماركوس مع لورين بره المبنى علشان يراقبوا المكان. وبتدخل كلاريس مع جون للمبنى وساعتها بيشوفوا لورنا قدامهم وبتستخدم قوتها الخارقة وبتفتح للمتحولين الابواب كلها، وده علشان تعمل حالة من الفوضى وتشتت انتباه جون وكلاريس. وبتنجح خطة لورنا والمتحولين بيهجموا على بعض وبتحصل بينهم معركة شرسة، وبيضطر جون وكلاريس ان هم يهربوا. لكن قبل ما يخرجوا بياخدوا معاهم واحد مصاب من المتحولين وبنعرف ان هو اسمه مايكل وكان صديق قديم لجون. اما ماركوس ولورين فبيتفاجئوا بعربية من المنظمة جاية عليهم، وبتقدر لورين بقوتها ان هي توقفها في مكانها، لكنها بتتصدم لما بتلاقي اندي اخوها بينزل من العربية وبيطلب منها ان هي تبعد عن المكان فورا. ولكن لورين بترفض وبتحاول تقنعه ان اللي هو بيعمله ده غلط، فبيتجاهل اندي كلامها وبيستخدم قوته وبيبعدها هي وماركوس بعيد عن بوابة المستشفى. وبيتضح ان اندي واللي معاه كانوا جايين المستشفى علشان يخطفوا حد من المتحولين. ولما فريق المتحولين بيرجع للمقر بتاعه بتنهار لورين من العياط قدام ابوها وامها وبتعرفهم باللي عمله اندي، وبتقول لهم ان ده معناه ان اندي مش ناوي يرجع لهم تاني. وبعدها وسائل الاعلام بتذيع حادثة المستشفى في كل مكان، وبيظهروا موظفين المستشفى وهم تحت سيطرة اسمي واخواتها وبيسجلوا اعتراف في مقطع فيديو وبيقولوا ان هم غلطوا لما حبسوا المتحولين. والخبر ده بيسبب حالة من الفوضى في المدينة وبتحصل انتفاضة كبيرة ومظاهرات لدعم المتحولين. وبتكون ريفا واللي معاها مبسوطين وهم بيشوفوا التقارير، ولكن لورنا بتتساءل مع نفسها ليه ريفا خطفت بنت صغيرة من المستشفى. وبنرجع لفريق المتحولين وبنشوف كيت وهي بتعالج مايكل، ووقتها بيأكد عليها جون ان هي لازم تنقذه بأي طريقة لان هو الوحيد اللي هيقدر يعرفهم لورنا واللي معاها كانوا بيعملوا ايه في المستشفى. فبتبدأ كيت تعالجه وبتقدر تخلي حالته تستقر مؤقتا. ولما بيسترد مايكل صحته بيعرفهم ان لورنا واللي معاها خطفوا متحولة كانت محبوسة معاهم، وبيقول لهم ان المتحولة دي اسمها ريبيكا، وبيقول لهم كمان ان هي قوية جدا لدرجة ان الاطباء في المستشفى كانوا بيدوها مخدر باستمرار، وبيعرفهم
ان الدكتورة اللي كانت مسؤولة عنها اسمها تايلور، واثناء ما هو بيتكلم بيتعب جامد وبيموت. وفي مقر المنظمة بيروح اندي علشان يتكلم مع ريبيكا وبيحاول يتعرف عليها، وبيظهر ان هو بيطمنها لان هي خايفة تستخدم قوتها، وده بسبب ان هي تعرضت لتجارب كتير اثناء ما كانت محبوسة في المستشفى. وبيقدر اندي يطمنها ويخليها تقرب منه، وبياخدها وبيخرجوا سوا علشان يخرجها من الحالة اللي هي فيها. ووقتها بنعرف ان ريبيكا بتقدر تحرك اي حاجة وتغير شكلها بحركة من صوابعها، وساعتها بتيجي عربية شرطة وبتقف في مكان قريب منهم، فبتبتسم ريبيكا وبتسأل اندي لو عاوز يقضي وقت ممتع، وبتستخدم ريبيكا قوتها وبتغير من شكل عربية الشرطة تماما. وبعدها اندي بيستخدم قوته هو كمان وبيفجرها، وبتكون ريبيكا مبسوطة جدا باللي بيحصل، وبتكون مبسوطة اكتر ان ريفا حررتها من المستشفى، وعلشان كده بتوافق تنضم للمنظمة، وبتقدر كمان ان هي تتمرن وتنمي من قدراتها الخارقة. واثناء ده كله بيبان ان هي واندي معجبين ببعض. ووقتها لورنا بتحس بشوية قلق علشان هي مش عارفة ايه اللي هيحصل بعد كده، لان ريفا بتختفي احيانا لمدة ايام وبتسيبهم يتدربوا تدريبات مكثفة، وبتكون لورنا مشغولة في التدريبات لدرجة ان ما بيكونش عندها وقت علشان تراعي بنتها. وفي يوم ريفا بتكلفهم بتدريب جديد، والتدريب بيكون عبارة عن ان هم يحاربوا جنود مسلحين معاهم بنادق، ووقتها اندي بيستخدم قوته علشان يبعدهم، اما لورنا فبتسيطر على الرصاص اللي بينضرب عليهم. وفي النهاية ريبيكا بتخلص على الجنود بقوتها الخارقة، ووقتها ريفا بتسقف وبتكون مبسوطة، ولكن لورنا بتكون متضايقة لان هي عايزة تعرف ايه الغرض من التدريبات دي، وبتبلغ ريفا ان هي لو معرفتش السبب مش هتشارك معاهم في اي مهمة لانهم بيخبوا اسرار عنها، وده معناه ان هم مش متحدين مع بعض زي ما ريفا فهمتها في الاول. فبتقلق ريفا وبتأمر اسم ان هي تتكلم مع لورنا وتهديها، وبتعرفها ان هم من غير لورنا مش هيقدروا يحققوا اهدافهم. فبتفرح اسمي وبتاخد لورنا وبيقعدوا قدام بنك، وبتعرفها ان البنك ده من اكبر البنوك في المدينة، وان كل الفلوس اللي فيه بتستخدم ضد المتحولين، وبتقول لها ان مهمتهم الجاية هي انهم يسرقوا فلوس البنك ده. فبتهدى لورنا وبترجع لمقر المنظمة مع اسمي، وهناك اسمي بتفتح لها قلبها علشان تخليها تثق فيهم، وبتعرفها ان هي واخواتها كانوا 5 مش 3، وان الحكومة سجنتهم وهم صغيرين وعملت عليهم تجارب كتير، وكانوا بيجبروهم على التجارب دي بطريقة بشعة، وده عن طريق ان هم بيحرروا 3 منهم علشان يعملوا التجارب، وفي نفس الوقت بيتم احتجاز الاتنين الباقيين كرهاين، وبيهددوهم ان لو ال3 قاوموا التجارب اللي بتتعمل عليهم الاتنين التانيين هيموتوا. ولكن في يوم جت ريفا وحررتهم من السجن، وللأسف اثناء القتال 2 منهم ماتوا، وعلشان كده هي واخواتها الباقيين قرروا ان هم ينضموا لريفا. وبتقول اسم ان اللي بتخطط له ريفا هيضمن مستقبل احسن للمتحولين، ووقتها اسمي بتوعد لورنا ان هي مش هتسمح لاي حد يأذي بنتها، وان هي هتحميها حتى لو هتضحي بحياتها علشانها. فبتتأثر لورنا بكلامها وبتتعاطف معاها، وبتركز من تاني على التدريبات لان هي بتكون محتاجة تبني مستقبل احسن لبنتها. وبنروح لفريق المتحولين وبنشوف جون وهو بيدرب ريد علشان يقدر يتحكم في قوته، ولكن بيجي ماركوس وكلاريس وبيقطعوهم وبيعرفوهم ان في هجوم حصل على واحد من مخابئ المتحولين في المدينة. فبيقرروا ان هم لازم يخرجوا بسرعة ويساعدوا المتحولين اللي هربوا من المخبأ ده، وياخدوهم لمخبأ تاني او يساعدوهم ان هم يخرجوا من البلد. ولكن لما بيوصلوا للمكان اللي مستخبي فيه المتحولين بيحس ريد بحاجة غريبة، وده لان مفيش اي متحول اتأذى او اتصاب اثناء الهروب، وزي ما يكونوا اللي هجموا على المخبأ سابوهم يهربوا لغرض معين. ووقتها جون وماركوس بيفهموا ان هم وقعوا في كمين، وبيستخدم جون قوته وبيقدر يعرف ان جماعة المطهرين جايين عليهم بعربياتهم، فبيفهم هو وزمايله ان هم اللي ورا اللي حصل من الاول، وده علشان يستدرجوا جون واللي معاه ويخلصوا عليهم. وفي الوقت ده بيوصل ترينر وجماعة المطهرين وبيحاصروا المكان، وبيرموا على المتحولين قنابل فيها غاز منوم، والغاز ده بيمنع المتحولين من انهم يستخدموا قوتهم بشكل كامل. فبيحاولوا يخرجوا من الباب الخلفي للمبنى، ولكن بيلاقوا نفسهم متحصرين من افراد الجماعة. ووقتها بيقرر ريد ان هو يستخدم قوته وبيعمل فتحة كبيرة في الجدار وبيهربوا منها. وفي نفس الوقت ده كيت ولورين بيروحوا للدكتورة اللي اسمها تايلور، واول ما بتسألها كيت عن ريبيكا بيبان عليها التوتر،
وبتستأذن علشان تجيب حاجة من مكتبها وترجع لهم تاني، لكن لورين بتفهم ان تايلور كشفتهم فبتاخد امها وبيروح وراها بسرعة، وبتقدر لورين توقف تايلور قبل ما تتصل بالشرطة. وبتقرب كيت من تايلور وبتطمنها ان هم مش هيأذوها، وبتسألها مرة تانية عن ريبيكا وبتقول لها ان هم بيحاولوا يمنعوا كارثة ممكن تحصل. فبتهدى تايلور وبتعرض عليهم فيديوهات لريبيكا، وبيتصدموا لما بيشوفوا ريبيكا وهي بتستخدم قوتها، وبيتصدموا اكتر لما تايلور بتقول لهم ان ريبيكا مريضة نفسية وان هي استخدمت قوتها وقتلت عيلتها بالكامل. ولما بترجع كيت للمخبأ بتتصدم لما بتلاقي ريد دمر المكان كله، وبيظهر ان ريد بعد ما استخدم قوته ما قدرش يرجع لطبيعته تاني، وبيطلب من كيت ان هي تنقله لمستشفى خاصة بالمتحولين بدل ما يفضل يدمر في كل حاجة حواليه والشرطة تعرف مكانهم. لكن كيت بترفض وبتروح تتكلم مع باقي الفريق، وبيقرروا ان هم ينقلوا ريد للمخبأ اللي فيه العيادة. اما ترينر فبيروح مع تيدي وبيقابل زعيم جماعة المطهرين، وبنعرف ان هو وزير الاتصالات شخصيا واسمه ريان، وبيشكر ريان ترينر على مجهوده معاهم الفترة الأخيرة، وبيكون عاوز يظهر في الأخبار ويهاجم المتحولين علشان يخلي الشعب كله يكرههم وينضم لجماعة المطهرين. وفي الأول ترينر بيرفض لأن ده ممكن يسبب حرب كبيرة في البلد، ولكن تيدي بيتكلم معاه لوحدهم وبيفكروا ان دي فرصته الوحيدة علشان ينتقم من المتحولين اللي قتلوا بنته. وتاني يوم بنشوف ريفا وباقي فريقها وهم رايحين على البنك، وبتقدر اسمي واخواتها ان هم يسيطروا على الحراس اللي واقفين قدام المبنى، وبيخلوهم يرموا اسلحتهم ويفتحوا الابواب قدامهم. ووقتها لورنا بتستخدم قوتها وبتعطل كل اجهزة الكمبيوتر وكل الكاميرات اللي في البنك. وهنا ريفا بتصرخ وكل اللي بيكونوا قريبين منها بيتألموا من قوة الصوت، وبعدها بيسيطروا على البنك بكل اللي فيه، وبيجمعوا العملاء وكل موظفين البنك في غرفة واحدة. وساعتها اسمي واخواتها بيسيطروا على مدير البنك وبيصوروه فيديو وهو بيعترف ان البنك كان بيمول عمليات ضد المتحولين علشان يشوهوا سمعتهم ويسببوا فوضى في البلد كلها. وبكده ريفا بتفضح الحكومة قدام كل اهل المدينة، وده هيكون سبب في ان المتحولين يكسبوا تعاطف الناس. ده غير ان في متحولين اكتر هينضموا للمنظمة. وفي الوقت ده ريبيكا بتنزل مع لورنا واندي عند خزنة البنك، وبتستخدم ريبيكا قوتها عليها وبتقدر ان هي تدمر باب الخزنة. وبعدها بتدخل ريفا جوه الخزنة وبيكون معاها واحد من موظفين البنك، وبتجبره ان هو يحول كل الفلوس اللي في البنك لحسابها. وبعد ما الفلوس بتتحول بتجمع ريفا باقي الفريق وبتحبس كل العملاء والموظفين جوه الغرفة. ولكن قبل ما يمشوا بيتفاجئوا ان ريبيكا بتستخدم قوتها وبتخلص على كل اللي محبوسين جوه الغرفة. وفي الوقت ده كيت بتدور في اوراق ابو ريد القديمة، وده على امل ان هي تلاقي طريقة ممكن تساعد بيها ريد. وفعلا بتلاقي ابحاث تخص دكتورة اسمها مادلين، وبتعرف ان مادلين كانت بتشتغل مع ابو ريد علشان يلاقوا علاج للطفرة الجينية اللي بتمنح المتحولين قوتهم الخارقة. فبتقرر كيت ان هي تاخد ريد ويروحوا يقابلوا مادلين يمكن تلاقي طريقة تعالجوا بيها. واول ما مادلين بتشوف ريد بتعرفه على طول، فبيوريها ريد اللي بيحصل معاه وبيطلب مساعدتها. فبتاخدهم مادلين للمعمل وبتقول لهم ان هي قدرت توصل لعلاج مؤقت يوقف الطفرة اللي في جسم المتحولين، ولكن لازم تستخدم عينة من دم لورين اثناء العلاج لان لورين ورثت نفس جين التحول من ريد. فبتوافق لورين بدون تفكير علشان تساعد ابوها. وفي مكان تاني بنشوف لورنا مع اندي وريبيكا في العربية، وبيظهر ان لورنا مش عاجبها اللي ريبيكا عملته في البنك، وبتقول ان هي مريضة نفسيا وما تنفعش تبقى معاهم في الفريق. فبتتضايق ريبيكا من كلامها وبتستخدم قوتها وبتسيبهم وبتخرج من العربية. وما بتقدرش لورنا تروح وراها لان قوات الشرطة منتشرة في كل مكان وممكن يتقبض عليهم. وبعد سرقة البنك بتحصل فوضى كبيرة في المدينة لان المتحولين بيعملوا مظاهرات ضد الحكومة والشرطة وبيحرقوا مباني حكومية كتير انتقاما للي حصل فيهم. وفي الوقت ده لورنا بتكون قلقانة على بنتها لان بعد الفوضى اللي حصلت الشرطة بيدوروا على المتحولين في كل مكان. وفي الوقت ده مادلين بتحقن ريد بالمصل اللي هيعالجه مؤقتا، وما بيعديش وقت كتير وبيرجع ريد لطبيعته. وبعدها لورين بتتكلم مع نوا مساعد مادلين وبتعرف ان هو اتحول ومادلين ساعدته علشان يقدر يسيطر على قوته الخارقة، وده بان هي صنعت جهاز وحطته جوه جسمه علشان يوقف الاهتزازات اللي بتخرج من جسمه واللي ممكن تدمر مبنى بالكامل. وبعدها
لها مادلين بتعزم ريد وعيلته على العشاء، وبتديهم صندوق موسيقى خاص بعيلتهم، وبتقول لريد ان الصندوق ده ابوه هو اللي صنعه بنفسه وبتديهوله علشان يحتفظ بيه. وبنروح لماركوس اللي بيتفاجئ ان لورنا جايه تزوره، وبتطلب منه يودع بنته لان هي هتوديها عند عمتها اللي عايشه في الريف، وده علشان تكون في امان وبعيده عن الخطر اللي حواليهم. ومع ان ماركوس ما بيكونش عاجبه اللي لورنا هتعمله، ولكنه ما بيقدرش يمنعها. وبتروح لورنا عند عمتها وبتديها بنتها، وبتطلب منها تربيها لحد ما الحرب اللي بينهم وبين البشر العاديين تنتهي. وتاني يوم لورنا بتكون مع نوا في المستشفى، وبيظهر ان في بينهم اعجاب متبادل، وده بيخلي نوا يقول لها ان مادلين بتشتغل على علاج بينهي الطفره الجينيه تماما. وبتفهم لورنا من كلامه ان مادلين هتسلم العلاج ده للحكومه، فطبعا بتستنتج ان هي عايزه تقضي على كل المتحولين اللي في العالم. وبالليل بيقدر واحد من منظمه نار الجحيم ان هو يقبض على ريبيكا، ولما بيرجع بيها للمنظمه بتحبسها ريفا جوه زنزانه، وبيكون فيها تكنولوجيا معينه بتمنعها من استخدام قوتها. وبيظهر ان اندي مش عاجبه اللي بيحصل مع ريبيكا، فبيلم هدومه وبينزل على المكان اللي هي محبوسة فيه من غير ما حد يشوفه، وبيستخدم قوته وبيقدر يدمر الزنزانة ويخرجها. وبيقول لها ان هم لازم يسيبوا المنظمة حالا، ولكن وهم في الاسانسير بتختار ريبيكا الدور اللي فيه كل افراد المنظمة، وبتقول لاندي ان هي لازم تخلص عليهم كلهم علشان يسيطروا هم على المكان. ولكن اندي ما بيكونش موافق، وبيستخدم قوته وبيوقفها في اخر لحظة، وساعتها بتتخبط ريبيكا في الجدار خبطة قوية وبتموت. وده بيخلي اندي يحزن لانه قتل حبيبته بايده. وفي الوقت ده لورين بتتكلم مع ابوها وامها، وبتعرفهم بالكلام اللي قاله نوا، وبتقول لهم ان مادلين اخدت منهم عينات الدم علشان تصنع العلاج اللي هي عاوزاه، وعلشان كده هم لازم يوقفوا مادلين ويدمروا عينات الدم اللي خدتها منهم. ومع ان ريد بيكون محتاج العلاج ده علشان ما يموتش، لكنه بيوافق علشان يحمي باقي المتحولين. وبيروحوا كلهم على مختبر مادلين علشان ياخدوا العينات من هناك، ولكن مادلين بتدخل عليهم ومعاها افراد الامن، وبتقول لهم ان الطفرة الجينية اللي عند المتحولين عبارة عن لعنة ولازم تنتهي. وفي اللحظة دي بيتدخل نوا بعد ما عرف نوايا مادلين، وبيفصل الجهاز اللي جوه جسمه، وبيستخدم قوته علشان يدمر المبنى. وبيطلب من لورين وعائلتها يخرجوا من المبنى بسرعة قبل ما ينهار، وبيتهد المبنى بالكامل فوق مادلين ونوا وبيموتوا. وفي مكان تاني بنشوف فريق ريفا وهم بيوصلوا عند مقر شركة تكنولوجيا كبيرة، وبيبدأ أندي المهمة وبيدمر أبواب الشركة المصفحة، وبعدها بيدخلوا جوه المبنى وبتدمر لورنا كل الأجهزة اللي قدامها. وبنعرف إن الأجهزة دي هي اللي بتتحكم في الأطواق اللي بتكون حوالين رقبة المتحولين، وبكده كل المتحولين اللي في السجن بيتحرروا، وبتحصل فوضى كبيرة في المدينة. ووسط حالة الفوضى دي بيقدر ترينر يقبض على جون، وأول ما فريق المتحولين بيعرفوا إن جون اتخطف بيتصدموا، وبيجتمعوا كلهم علشان يلاقوا طريقة يحرروا بيها جون. ولكن بتواجههم مشكلة، وهي ان عددهم مش كتير ومش هيقدروا يواجهوا جماعة المطهرين. فبيضطر ماركوس يتواصل مع لورنا ويطلب منها المساعدة. ولما لورنا بتعرف ان جون اتخطف بتروح بسرعة على مقر المتحولين، وفي الوقت ده بيكون ترينر مكتف جون وبيعذبه، وبيحاول يخليه يعترف على الاماكن اللي مستخبي فيها المتحولين، ولكن جون بيرفض. فبيسأله ترينر عن سرقة البنك وليه قتلوا كل الناس اللي كانوا هناك. فبيقول له جون ان هو وفريقه ملهمش علاقة باللي حصل في البنك، ولكن ترينر ما بيصدقش كلامه وبيكمل في تعذيبه. وبنروح لمقر المتحولين وبنشوفهم وهم متجمعين كلهم، وبيظهر ان اندي قرر ينضم ليهم هو كمان لما عرف ان جون اتخطف. وبيكون هو ولورنا جايين معاهم عربيات واسلحة من المنظمة، وبتفرح كيت هي وريد لما بيشوفوا ابنهم بعد ما غاب عنهم فترة طويلة. وبعدها بيقدروا كلهم يحددوا المكان اللي فيه جون وبيتحركوا على هناك. وبيستغل ريد الفرصة وبيتكلم مع اندي، وبيقول له ان قوته الخارقة ظهرت جوه جسمه، وبيعرفه ان هو بقى متحول زيهم. ووقتها اندي بيكون فاهم ان ريد بيتكلم معاه علشان يخليه يرجع لهم تاني، فبيطلب منه ما يتكلمش معاه في اي حاجة غير في المهمة اللي هم رايحينها وبس. وبعدها بيوصل الفريق للمكان اللي محبوس
محبوس فيه جون، وبيقسموا نفسهم لمجموعتين، وبيروح أندي ولورين وكلاريس وبيراقبوا المبنى. أما ماركوس ولورنا فبيروحوا لمكان مختلف وبيهجموا على أفراد جماعة المطهرين وبيشتتوا انتباههم. وفي الوقت ده بتفتح كلاريس بوابة وبينجحوا في إنهم يدخلوا جوه المبنى، وأول ما بيعرف ترينر باللي حصل بيتعصب جدا وبيفضل يضرب جون بالنار علشان يخلص عليه. ولكن زمايل جون بيوصلوا في الوقت المناسب وبيسيطروا على الوضع بالكامل وبيقدروا ان هم ياخدوا جون ويهربوا. ولكن اثناء ما بيكونوا خارجين واحد من المطهرين بيضرب عليهم نار، فبيتعصب اندي وبيستخدم قوته وبيفضل يعذبه. ولكن لورين بتوقفه وبتمنعه من اللي هو بيعمله. ووقتها ابوه وامه بيكونوا مصدومين لما بيلاقوه مبسوط لان هو عذب الشخص اللي هاجمهم، وبيحاولوا يقنعوه يسيب المنظمة ويرجع لهم تاني. ولكن اندي بيرفض بحجة ان هو خلاص كبر وعارف هو بيعمل ايه كويس وبيسيبهم وبيمشي. وبعد ما مهمة انقاذ جون خلصت، لورنا واندي بيرجعوا المنظمة، وهناك اندي بيبلغ لورنا ان في متحولين جداد انضموا ليهم. فبتقلق لورنا لان ال3 متحولين دول هربوا من السجون، ده غير ان هم مجرمين فعلا ومسؤولين عن تدمير سفينة وموت ناس كتير. فبتروح تتكلم مع ريفا وبتقول لها ان هي غلطت لما ضمت المجرمين دول للمنظمة. لكن ريفا بتقول لها ان المنظمة محتاجة للوافدين الجداد في ساحة المعركة، وبتعرفها ان المجرمين دول هيكونوا من افضل العناصر في المنظمة. وساعتها لورنا بتسكت وما بتردش عليها. وفي الوقت ده لورين بتكون بتسمع صندوق الموسيقى بتاع جدها، ولما بتنام بتحلم بجدها وجدتها وهما بيستخدموا قوتهم. والغريب ان هي بتبدأ تستخدم قوتها زي اجدادها وهي نايمة، وابوها وامها بيتصدموا لما بيشوفوا ده. ولما بيصحوها بترفض تقول لهم هي حلمت بايه. وفي الوقت ده ماركوس بيكون راكب عربيته وبيتفاجئ ان لورنا بتظهر قدامه وبتقول له ان هي محتاجة مساعدته، وبتعرفه ان ريفا ضمت 3 مجرمين للمنظمة، وده معناه ان هي بتخطط لمصيبة كبيرة. فبيرجع ماركوس لمقر المتحولين وبيبلغ كلاريس بكلام لورنا، فبتاخده كلاريس وبيروحوا المخبأ المتحولين تحت الارض. وهناك بتتكلم مع إيرج زعيم المكان، وبنعرف ان إيرج ليه جواسيس كتير في كل مكان في المدينة. فبتطلب كلاريس منه ان هو يجمع لها معلومات عن ريفا وخطتها اللي ناوية تنفذها. وبيظهر ان إيرج عنده خبر وبيقول لهم على ميعاد ومكان مقابلة هتحصل، وبيعرفهم بمعلومات ممكن تفيدهم. وفي الوقت ده لورين بتفتح صندوق الموسيقى وبتلاقي جواه رسالة من جدها، وبيطلب فيها من احفاده ان هم يكملوا مهمتهم علشان يوفروا عالم امن لكل المتحولين. ووقتها كلاريس بترجع لمقر المتحولين وبتحكي لجون على كل اللي حصل. واثناء كلامهم بتيجي لجون مكالمة من واحدة اسمها ايفا، وبنعرف ان ايفا دي تبقى واحدة من قادة المتحولين. وبتطلب ايفا من جون ان هو يجمع رجالته ويكون جاهز ومستعد للتدخل، وده لان قادة المتحولين هيعملوا اجتماع قريب، وفي الاجتماع ده هيعلنوا الحرب على منظمة نار الجحيم. وبعدها بنشوف ماركوس ولورنا وهم في مكان معين، وبيكون هو ده المكان اللي قال عليه إيرج. وساعتها بتيجي عربيتين وبيقفوا قصاد بعض، وبينزل ريان من عربية منهم وبيروح يقابل ريفا اللي بتنزل من العربية التانية، وبيسلموا بعض أظرف بيكون فيها ملفات مهمة. ووقتها ماركوس ولورنا بيستغربوا من اللي بيحصل، لأن من المفروض إن ريان هو أكتر واحد بيحرض على الحرب ضد المتحولين. وبعدها بيرجع ماركوس ولورنا لمقر المتحولين وبيحكوا لكل الفريق على اللي حصل. ووقتها بتكون ايفا معاهم وبتحذرهم ما يقولوش السر ده لاي حد، وده علشان ريفا ما تعرفش ان لورنا بتتجسس عليها. وبالليل بتحلم لورين ان هي بتقابل اندي وبتحاول تقنعه ان منظمة نار الجحيم بتسعى للشر، ولكن اندي بيكون شايف غير كده وبيقول لها ان المنظمة تستحق تسيطر على العالم كله لان ده هيكون فيه فايدة كبيرة جدا للمتحولين. ووقتها النقاش بيحتد بينهم وبيتخانقوا سوا، وبيتصدم اندي من قوة لورين اللي بتخليها تتغلب عليه بسهولة، لدرجة ان هو بيصحى من النوم والاصابات بتكون سايبة اثر في وشه. وساعتها اسمي واخواتها بيدخلوا عليه وبيحكي لهم اندي على اللي حصل بينه وبين اخته. فبتقول له اسمي ان لورين اخته بقت خطر عليهم، وبما ان عقله مرتبط بيها فهم ممكن يسيطروا عليها من خلاله ويخلوها تنضم للمنظمة وتبقى واحدة منهم. وبعدها لورنا بتشوف اسمي واخواتها وهم بيبلغوا ال3 متحولين بمهمتهم، فبتتصل بماركوس وبتقوله ان المنظمة ناوية تتخلص من كل قادة المتحولين اثناء الاجتماع. فبيتحرك ماركوس
فريق المتحولين بسرعة على مكان الاجتماع، ولكن للأسف بيوصلوا متأخر، وبيكونوا رجالة ريفا فجروا المبنى وخلصوا على كل قادة المتحولين. وبالليل ماركوس بيقابل لورنا وبيبلغها ان القادة كلهم ماتوا وهم ملحقوش يحذروهم، فبتتضايق لورنا وبتحزن بسبب اللي حصل، وبتقوله ان هي هتحاول تعرف خطة ريفا اللي جاية علشان يوقفوها، وبتقدر فعلا ان هي تتسلل لأوضة واحد من ال3 المتحولين، وساعتها بتلاقي مخططات للبيت الابيض ومبنى وزارة الدفاع الامريكية، فبتفهم ان ريفا ناوية تسيطر على امريكا، فبتروح تبلغ ماركوس بسرعة وبتعرفه باللي شافته، وبتقوله ان دي اول خطوة وبعدها ريفا هتسيطر على العالم كله. فماركوس بيرجع بسرعة لمقر المتحولين وبيبلغهم بالكارثة اللي هتحصل، وبعدها بنشوف ريفا وهي بتقابل ريان، وبنعرف وقتها ان ريان بيشتغل لحسابها اصلا، وده لان ريفا وعدته بمنصب اكبر من منصبه بعد ما تسيطر على امريكا، وبيبان ان الحرب بين البشر والمتحولين عبارة عن خطة من ريفا، وده علشان المتحولين كلهم ينضموا للمنظمة وتعمل منهم جيش كبير. ووقتها ريفا بتكلف ريان بمهمة جديدة وبتطلب منه يدي اوامر لجماعة المطهرين ان هم يهاجموا المتحولين اللي مستخبيين تحت الارض. فبيروح ريان مكتبه وبيستدعي ترينر وبيقول له على الاماكن اللي موجود فيها المتحولين اللي تحت الارض، وبيطلب منه يتخلص منهم بالكامل، وبيكذب عليه وبيفهمه ان جات له معلومة بان المتحولين دول بيستعدوا للهجوم على البشر وعايزين يسيطروا على المدينة كلها. وبعد شوية وقت بيتفاجئ إيرج لما واحد من رجالته بيحذره وبيقول له ان في مجموعة من المطهرين بيقربوا منهم، فبيستعد إيرج واللي معاه علشان يدافعوا عن مكانهم. ووقتها كلاريس بتتصل بماركوس وبتقول له ان إيرج واللي معاه محتاجين مساعدتهم علشان يواجهوا جماعة المطهرين اللي خلاص قربوا يهجموا عليهم. فبيتحرك ماركوس وباقي فريق المتحولين على هناك بسرعة، وفي الوقت ده بيوصل ترينر وجماعة المطهرين وبيهجموا على المتحولين وبتحصل بينهم معركة جامدة، ولكن المتحولين بيقدروا يخطفوا كام واحد من رجالة ترينر. اما كلاريس فبتنقل الاطفال والمتحولين الكبار في السن، وماركوس وجون بيكونوا مستنيينهم علشان ينقلوهم لمكان امن، ولكن ترينر بيهجم على كلاريس وبيموتها. وفي الوقت ده لورنا بتقرر تهرب من المنظمة قبل ما تبدأ المهمة الجديدة، وبتروح تحكي لأندي كل حاجة هي عرفتها عن ريفا، وبتقوله ان هي بتستخدم جماعة المطهرين علشان تعمل حرب بين البشر والمتحولين، وفي النهاية تسيطر ريفا على البلد بالكامل، وبتقدر لورنا ان هي تقنع أندي بانه يرجع معاها للمتحولين. ولما ريفا بتعرف ان أندي ولورنا هربوا مش بتهتم، وبيظهر ان هي بتفكر في حاجة معينة وبتصمم ان هي تكمل في خطتها. وفي الوقت ده في مقر المتحولين بيجتمعوا كلهم، وساعتها لورنا بتقول ان ريفا بتخطط ان هي تدمر مبنى الحراسات الخاصة، وبعدها هتبدأ في تدمير باقي مباني الحكومة بالكامل. وبتقترح لورنا ان هم يستخدموا قوة أندي ولورين علشان يدمروا مقر منظمة نار الجحيم، والفكرة بتعجبهم كلهم وبيوافقوا عليها. وبيظهر ان ريف بدأت تنفذ خطتها، ووقتها بيستخدم جون قوته وبيسمع ان في عربيات كتير بتقرب منهم، وما بيعديش وقت كتير وجماعة المطهرين بيحاصروا المبنى بالكامل، وبيبان وقتها ان الهجوم ده بيتم بترتيب مع الشرطة. فبيقترح أندي على لورين ان هم يستخدموا قوتهم سوا، لكن لورين بترفض علشان قوتهم ممكن تأذي ناس كتير ملهمش ذنب. وفجأة بتظهر اسمي واخواتها وبيسيطروا عليهم، وبعدها بيرجع ريد وكيت للمخبأ وبيتصدموا لما بيلاقوا المكان متدمر وولادهم اختفوا. وبيقدر جون من خلال قوته الخارقة ان هو يعرف اللي حصل بالظبط، ولورنا بتقول لهم ان ريفا اكيد هتستخدم أندي ولورين في تدمير مبنى الحراسات الخاصة، فبيقرروا ان هم يروحوا وراهم علشان يلحقوهم. ولكن المشكلة ان جماعة المطهرين محاصرة المكان كله، فبيقرر جون ان هو يواجه المطهرين لوحده ويشتت انتباههم لحد ما الباقيين يهربوا من المبنى. وبيقدر فعلا ان هو يهاجم جماعة المطهرين بالكامل، وبينجح في انه يخليهم مشغولين معاه لحد ما زمايله بيهربوا من المبنى. وبعدها جون بيحاول يهرب هو كمان قبل ما المطهرين يمسكوه، وبالصدفة بيقابل إيرج وبيتحدوا سوا، وبيستخدم إيرج قوته وبيخلص على المطهرين. اما جون فبيهجم على تيرنر وبيفضل يضربه بقوة وبعنف، وده كعقاب ليه علشان قتل كلاريس، وبيرفض ان هو يموته علشان يعرفوا ان المتحولين مش مجرمين زي ما هو فاكر. وفي الوقت ده اسمي واخواتها
واخواتها بيوصلوا مع أندي ولورين لمبنى الحراسات الخاصة، وبيخلوهم يستخدموا قوتهم ويدمروا المبنى بالكامل. وبعدها بيجي فريق المتحولين وبيتصدموا من اللي حصل، فبتتكلم لورنا مع اسمي وبتقول لها ان هي عارفة ان هي مش زي اخواتها، وبتقنعها ان هي تقف معاهم ضد ريفا. اما ماركوس فبيخلص على اخوات اسمي قبل ما يموتوها علشان خانتهم. وبعدها فريق المتحولين بيتجمعوا كلهم وبيروحوا على مقر منظمة نار الجحيم علشان يتخلصوا من ريفا قبل ما تكمل خطتها. وبتحصل اشتباكات عنيفة بينهم وبين حراس المنظمة، ولكن بيقدروا يسيطروا عليهم بالكامل. وفي اللحظة دي ريد بيروح بنفسه علشان يواجه ريفا، فبتستخدم ريفا قوتها الخارقة علشان تسيطر عليه وتخلص منه. ولكن ريد بيفاجئها وبيقول لها ان هو كان مستنيها تعمل كده، وده علشان تخليه يوصل لقمة غضبه. وفجأة قوته الخارقة بتزيد بشكل مش طبيعي، وبتظهر قوته الحقيقية اللي ورثها عن ابوه بالكامل، وبيقدر يدمر المبنى كله ويخلص على ريفا للأبد. وبعد ايام بنشوف اسمي بعد ما سيطرت على ريان، وبتخليه يتكلم قدام وسائل الاعلام ويقول لهم الحقيقة، ويقول لهم ان المتحولين مش مجرمين زي ما هو كان بيقول، ده غير ان هو اللي كان بيتحكم في جماعة المطهرين علشان تحصل بينهم وبين المتحولين حرب، والناس كلها تكره المتحولين ويرفضوا وجودهم في المجتمع. وبعد اللي حصل ده بتتغير قوانين الحكومة ضد المتحولين، وبيعيشوا حياة هادية وسعيدة زي الناس الطبيعية. وبيخلص الموسم الثاني من المسلسل.